السلام عليكم طلاب الصف الثالث ثانوي وحبايبنا عاملين ايه دفعه 2025. النهارده بقى يا شباب معانا فيديو جديد، فيديو جميل جدا 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 ان شاء الله هنبدا نشتغل فيه على حاجات هتعجبك. والمفاجاه ان احنا النهارده مش فيديو هنحل اسئله وخلاص، لا احنا فيديو مستضيفين فيه. يعني انا من كتر الكلام اللي انا عايز اقوله مش هقول لك ان احنا مستضيفين مدرس، لا احنا عندنا استضافه لحد من رواد التاريخ الحديث والنظام الجديد في ثالثه ثانوي. فاحنا بنرحب بدكتور ايهاب. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا مستر عامل احمد، ايه؟ ربنا يبارك فيك وكتير الكلام لا الحلو ولا ده اي حاجه والله، اقل حاجه في حقك. الحمد لله على السلامه طبعا الله ليك. يسلمك. النهارده مجهز لنا حاجه كتير جدا. احنا النهارده مش اول حاجه اللقاء ده ده بالدنيا وما فيها يعني. حاجه اتشرف بيها طبعا. مستر احمد طبعا نجم التاريخ في مصر، ده غني بعدك عن طبعا، التعريف يا بعدك جماعه. أكيد. اي طالب في مصر بيستفيد منه، فده حاجه كلنا بنعتز بيها، ودايما يا رب في نجوميه طالعه وصاعده على ان شاء طول. الله انا وحضرتك دايما كده، ودايما اخوه واصدقاء، حبيبي ودايما يا مع مستر بعض أحمد. باذن الله تعالى. احنا النهارده ان شاء الله محضرين لكم شغل كتير جدا، اسئله هتشوفها لاول مره، افكار عينك ما شافتهاش قبل كده في اي حته. شغل جديد من الكتاب اللي احنا هنشتغل منه النهارده، كتابنا وكتاب المصدر. هنحل جزئيه، هنحل 46 سؤال على شكل الامتحان بتاع الثانويه العامه، وهنبدا باذن الله تعالى نقول لكم الكتاب هيكون متواجد فين، والافكار اللي احنا نقدر نشتغل، وايه الفتره اللي جايه اللي احنا هنعملها، لان ده مش اول فيديو. الفكرة ان احنا يعني قبل كده عملنا الفيديو ده يا شباب، وربنا كرمنا في اسئله جت منه وكانت الاسئلة في الامتحان بالنص، الحمد لله، سواء بفضل ربنا سبحانه مقولات روابط. كانت حاجة يعني وسيلة مساعدة ومفاجأة لكل الطلبة. في الاول الفكرة كانت الناس مستغرباها، 2 مدرسين تاريخ هيقدموا ايه، هيعملوا ايه، اللي هو ازاي وانا نفس بعض. هتصدعونا يعني. لكن دايما التنوع غنى وتكامل، استفاده واستفاده. بالظبط. فبالتالي انت بتستفيد لما بتشوف افكار جديده وبتطلع، ولما انا بضيف فكره ومستر احمد بيضيف فكره، فبيبقى انت خدت فكرتين، خدت وجهتين نظر. فكل مدى انت بتكبر، زي ما احنا بنضيف للسؤال افكار، انت بتاخد كل الافكار دي وتحتفظ بيها انت لنفسك. فانت المستفيد الاول والاخير في كل لحظه من لحظات الفيديو ده. جهز سكتشك يا بطل، لان انت هتشوف ابداع النهارده، وهتشوف على السؤال مش اجابه واحده، هتشوف كذا فكره على السؤال وكذا فكره ربط، وينفع نقرا السؤال وينفع نتعامل معاه ازاي من خلال المناقشه اللي احنا هنعملها. بما ان انا هتعامل مع مستر ايهاب ان انا طالب وبغلط نفس غلطك، ومستر ايهاب هيتعامل مع نفس ان انت مكان الطالب بيعمل ايه وبيغلط غلط ليه، وهنحط نفسنا مكانك ونبدا نقول ايه المشاكل اللي بتقابلها وايه الغلطات اللي ممكن تعديها باذن الله تعالى. جاهزين؟ جاهز يا مستر؟ نبدا مع بعض على طول. نبدا مع بعض. اول سؤال، نبدا يا شباب بالسؤال الاولاني. السؤال الاول عندك هو جايب صوره، جايب مثير بيقول: يتطابق الحدث الذي امامك مع اي من افكار منشور نابليون الذي وزعه على المصريين عند وصول الحمله. عندنا مشكله كبيره جدا بنقابلها يا مستر، ان الطالب لما بيجي له صور او بيجي له مثيرات هو مش بيعرف يتعامل معاها ازاي. ايه العمل نقدر نتعامل معاه ازاي؟ هو اهم حاجة ان يبص على الصورة. لما انا بطلب منك سؤال على صورة، يبقى هو السؤال اجابته في الصورة او في المثير. فما ينفعش انا اجاوب على المعلومة بس بدون اي وعي. او مثلا يعني هنا يا مستر مذبحة يافا، فانا كطالب هبص بقى للمنهج وادور دماغي الاقي ايه؟ مفيش مذبحة يافا اصلا. يبقى اذا بيجيبوا لنا حاجة من بره المنهج، وابدا بقى الاقي اتهامات وانا اتوتر، فلاقي الاجابه طلعت غلط. لكن انا هو بيعاملني على موقف انا بحاول اشتغل عليه، سؤال تطبيق بحاول يعني. اطبق عليه، بس مش اكتر من كده. فهنا في مذبح، يعني في عقاب جماعي، احنا في عدد كبير، جريمه ارتكبها نابليون، يبقى في عدد كبير هيضيع في المذبحه دي. يبقى انا ابص بقى على الاربعه دول واقول مين فيهم يتوافق او يتطابق مع فكره ان عدد كبير هيموت، او الفرنسيين هيموتوا عدد كبير في الموقف ده. فبص على محاربه بكوات المماليك، ولا معاقبه القرى والمدن، ولا احترام القيادات الدينيه، ولا مجامله الدوله العثمانيه. انا هختار ما بين اتنين بصراحه. هختار مثلا انا كطالب هبعد خلاص احترام القيادات الدينيه، لان ده مش احترام ديني، تمام، وهستبعد مجامله الدوله. الله ينور. الطالب ممكن يفكر بقى يقول لك: طب ما هو هيحارب مماليك دول كتير، او معاقبه قرى او مدن دول كتير. بس هنروح هنا لفكره ان دي جريمه هيرتكبها نابليون، فهو هنا جريمه، احنا عايزين جريمه بقى ارتكبها في مصر. يبقى الله ينور، يبقى جريمه مثلا ارتكبها في مصر
انا عندي جرائم كتير، يعني زي اعدام محمد قريب، دي جريمه. لما اتكلم عن ثورة القاهرة واعدام كثير من السائرين، جريمة. اكتر من 2500 واحد اتعدموا. صح. لما دخل الجامع الازهر بالخيول. بالخيول فاثار الشعور الديني للمصريين، دي جريمة. فكل الكلام ده يبقى هو عبارة عن ايه؟ اني انا بتكلم عن المماليك؟ لا ما بيتكلمش عن يبقى انا كده انا بقول اي حد بيعترضني انا هعاقبه عقاب جماعي، وده اللي قاله في المنشور. يبقى دي الحاجه الوحيده يتطابق اللي نابليون التزم بيها بالمنشور بالظبط، كان ان في هو سؤال ان قال ان اي حد هيقف قدامي انا مش هسيب حد يعترض طريق. صح. انا اديت وعود كتير، لكن في الاخر لازم انا جاي بهدف، انا لازم انفذ الهدف بتاعي. فانت معلش هتخدمني في هدفي، هقول لك انا تمام. مش هتخدمني بقى هستخدم معاك اسلوب العقاب الجماعي وهكذا. يعني نقدر نقول يا مستر في السؤال ده ان الشيء الوحيد اللي التزم بيه نابليون في منشوره هو العقاب طبعا يبقى العقاب الجماعي. اما الباقي اتناقض من حرب المماليك، عرض على اقول بالظبط الصعيدي يبقى كده خالد. المصريين انا هجذبهم، في الاخر هو بيعمل ايه؟ بيدمر المصريين. كمان بيقول مثلا انا المماليك دول غرباء، هو على اساس انت كنت ابن خالتي؟ صح. انت برضو ايه؟ انت من الغرباء. فبالتالي هو نابليون كان يعني المجمل كله في تناقضات. طبعا دي ساعدت المصريين ان هم يتفهموا نواياه بسرعه، وبالتالي يقدروا يقاوموه وما يركزوش ابدا على فكره الخداع. يتخدعوا. عشان كده بنقول ان فشل منشور نابليون في تحقيق بالظبط. السؤال الثاني بيقول خاطب نابليون جنوده في مايو في 1798 من اللي هو نابليون بونابرت، يعني قائد جيوش البر والبحر لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. أيها الجنود، كنت على أحد أجنحة الجيش الذي حارب التحالف الأوروبي. قتلتم في الجبال والسهول وواجهتم الحصار، ولم يبقى أمامكم إلا خوض معركة. هل أنا ملزم إني لما يجي لي وثيقة أو عبارة تاريخية أبقى أنا واخدها أصلا في المنهج؟ لا طبعا عادي، يعني ممكن ما يجي لي وثائق لا خالص يعني. ويمكن امتحانين السنة اللي عدت بالذات كان فيهم شغل كبير خالص على الوثائق. يبقى انت كطالب مهم جدا ان انت تتدرب على الحاجة اللي بتواكب الامتحان. فاحنا عندنا وثيقة بتقول ان نابليون بيشجع جنوده ان هم يبذلوا اقصى جهد ليهم عشان يوصلوا للهدف. صح. ايه هو الهدف؟ اللي هو ان انا احتل مصر. يبقى انا خلاص حددت يا مستر احمد الوثيقة بتتكلم عن ايه والهدف بتاع نابليون. هو هنا بيقول لهم انتوا خلاص كنتوا احد اجنحة الجيش اللي حارب التحالف، اللي حارب التحالف هناك انتصرنا، فتعالوا بقى ناقص لكم معركه نكمل الانتصار. هي المعركه لما نقل اللي ايه فهو ان هو عايز انا اضرب انجلترا خارج ارضها. فلو انا قدرت اعمل ده يبقى الموضوع خلص، وبقي نابليون سيطر على الغرب والشرق، بعمل امبراطوريه، حقق اهدافه. انا ممكن اغير مثلا الوثيقه دي كلها واقول الوثيقه دي تتطابق مع ايه من اي افكار الحمله الفرنسيه. مش احنا قلنا يا مستر احمد الحمله جات اهدافها تسهيل التجاره، ضرب انجلترا، تقويض الامبراطوريه، بناء امبراطوريه قاعدتها مصر. ان هو بيقولوا معركه معينه عشان فانا ممكن اغير السؤال ده خالص. ودي المهاره، ان احنا مش عايزين نعلمك ان بص خد السؤال واحفظ لي اجابته ودور في الاسئله جا ولا ما جاش. لا احنا ما بنعلمكش ده. افهم معنى الشيء، وهو ممكن الوثيقه تتغير واللفظ نفسه يتغير. انت عندك السؤال بيقيس معلومه. صح. فانا عايز ارتب على المعلومه دي 1 و2 و3. فانا بعمل ايه؟ حاجه اسمها بنيه معرفيه. فكل ما يبقى عندي افكار كتير. هقول لحضرتك حاجه مستر احمد، يمكن حد قال لنا مره ان النظام ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن فيزا. انا بعمل ايه؟ كل يوم بشحن الفيزا عشان يبقى معايا حاجه لما ادخل مكان اشتري اللي انا عايزه. صح. فيبقى انا مثلا الطالب اول ما يغلط في سؤال بيحصل ايه؟ بيجي له احباط ويروح مكلمك ويعمل معاك شات ويقول لك يا مستر انا بغلط كتير وانا مش عارف احل. يعني هو المفروض يتعلم وفي مشكله دي حاجه كويسه. لكن انا لو انا تخيلت وبصيت للموضوع بنظره ايجابيه، انا لو جاوبت 1000 سؤال غلط عرفت حصل ايه؟ بقى عندي 1000 فكرة في الفيزا. فبالتالي بقى عندي مخزون قوي من الافكار هقدر اروح بيه الامتحان وهقدر انجح وهجيب الدرجة اللي انا عايزها باذن الله. صح. طيب في ضوء دراستك كان نابليون يحفز جنوده ايه؟ احنا خلاص حددنا المستوى المعرفي اللي احنا هنجاوب عليه. قبل مثلا عايزين نعرف قاعدة كده يا جماعة. يبقى احنا لاحظنا ان قبل ما احنا بنيجي نجاوب انا اصلا ما ببصش للاختيارات. بالظبط. لان لو بصيت للاختيارات انا هغلط.
انا لازم احدد اجابتك الاول وتشوف هي ايه نوع الاجابه لو اللي انت بصيت هتجاوب عليها. الاختيارات هحس ان كل الاجابات صح. دي فبالتالي المشكله اللي بقى عند الطلبه. فالناس كلها يقول لك ايه، في اكتر من اختيار ايه، صح. الاسئله صعبه. لا. ليه؟ لان انت يعني عارف المنهج. فبصيت له انا لما اقول لك ايه، انا بدي لك عنوان واقول لك روح على العنوان ده. كل ما انت باصص للعنوان هتوصل، لكن كل ما تنسى العنوان هتوه. ليه بقى؟ لان الاربع اجابات بيبقى لهم علاقه بالمنهج بس ما لهمش علاقه الاربعه بالسؤال. بالظبط. انا عايز السؤال بس، مش عايز المنهج كله. صح. انا بسالك على حاجه واحده بس. فهنا بيقول في ضوء دراسه كان نابليون بيحفز جنوده على ايه؟ سرعه الاستيلاء على السواحل، تحقيق الانتصار في ابقير البحريه، الحاق الهزيمه بانجلترا في عقر ودارها، مش في عقر ودارها، ولا محاربه المماليك وتامين التجاره. هو انا عايز بحفز الجنود بتوعي عشان احقق الهدف. ايه هو الهدف؟ ان انا استولى على مصر. فين السيطره؟ يبقى السيطره على مصر تيجي من ايه؟ من الاربعه دول بس. خلاص سرعه الاستيلاء. اذا طالب لو جاوب مقالي دايما بقول للطالب كده، جاوب مقالي اجابتك وروح دور عليها، يعرف الاجابه فورا. انت عمرك ما تختار مع طبعا ان هو ما يبصش على اني انا كل الاجابات صح. لا، هي اجابه واحده بس مرتبطه بعنوان واحد. صح. لو انا قدرت اعرف العنوان هقدر اروح المكان اللي انا عايزه، لكن انا لو ما بعرفش العنوان هتوه وهفضل اسال ده وده وده، وفي الاخر الوقت هيضيع وانا مش هحل كويس. صحيح. سؤال 3 بيقول قال نابليون لجنوده اول المدن التي سوف نجتازها هو شايتها الاسكندر. اول مدينه عندنا قصدي على الاسكندريه. سيكون لنا في كل خطوات ذكريات عظيمه. نستدل من القول السابق رغم نابليون فيه ان هو ياخد الحذر من قوه التحصينات في المدينه، ودي معلومه غلط اكيد ان انا اصلا ما فيهاش تحصينات. فهو الطالب هيستبعدها بسبب المعلومه اللي عنده ان هي ما فيهاش تحصينات. فطالما دي حاجه غلط مش هاخدها. احياء الامبراطوريات الشرقيه القديمه، هنا قصده على امبراطوريه الاسكندر الاكبر اللي كان عاملها في مصر، ودي طبعا بالتالي مش هيجي يحيى امبراطوريه الاسكندر. طيب هنا بقى معايا حاجتين، مجامله واستقطاب الدوله العثمانيه. فالطالب هنا ممكن يقول يا مستر ان هو واخد معلومه بتقول ان نابليون فعلا كان عايز يجامل الدوله العثمانيه. فانا كطالب هاجر اختارها لان كده جيم دي انا ما خدتهاش، يعني ما اتذكرتش عندي. بس انا بص، جذر السؤال هو الحكم. انا بقول ان كل خطوه فيها ذكريات عظيمه. هل انا لما اجي اعمل ذكريات في مصر ده مجامله للدوله العثمانيه؟ يبقى انا هنا كده مثلا لازم افهم حاجه، ان انا عشان اجاوب سؤال لازم اجاوب سؤال بناء على الوثيقه طبعا. واسال نفسي سؤال بهل. السؤال الاستفهامي ده خطير يا مستر احمد، سحر. انا لما حددت كده قلت السؤال بيقول ايه؟ كل خطوه لينا في مصر هيبقى لينا ذكريات عظيمه. اروح اسال نفسي هل ده معناه ان مجامله للدوله العثمانيه؟ لا، ملوش علاقه بالسلطان خالص. هل معناه احياء للامبراطوريه؟ لا. هل معناه ان التحصينات؟ لا. لكن هل معناه ان انا بشجع الناس؟ هو بيشجع جنوده وبيقول لهم المدينه دي هنعمل فيها ذكريات، فبيحفزك ان انت تاخد المدينه. يبقى الاجابه جيم. يبقى هنا حث جنوده على القتال من اجل التاريخ. فكره لذيذه وجميله. السؤال ده بقى مستر جميل جدا، بيقول فما كان منه الا انه ولى الادبار ثم عاود الرمح بخيول في محاوله لاختراق صفوان. يعني هو هرب وفر وبعد كده رجع تاني، رجع بخيوله يحاربنا تاني. يبقى دي عمليه ان هو انت حاربت مره، اللي هو اللي احنا بنسميها الكر والفر. الله ينور. فطبعا هنا الوثيقه ممكن تخوفك ان انت تقول مين ده، انا ما خدتش حاجه لا. في وفي ناس بقى مستر احمد يقول لك ايه، اقرا له انت. فجزء من انا قريته اصلا صح، انت هتحل جزء من قرايتي ان انا لو قريت سؤال صح هجاوب صح. ده حاجه كمان. انا مش مطالب بكل معاني الكلمات. انا بس هنا بيقول لي ايه، فما كان منه الا ان ولى ثم عاود. واحد مشي ورجع. وهو مستر هنا بيقول لي كمان الادبار كلمه صعبه، انا مش مطالب ان انا اعرفها. أنا صح. انا بس عايز اعرف واحد راح ورجع، اعتقد ولا وعاد دي سهله جدا على اي طالب. فبالتالي السؤال احنا كل اللي احنا عايزين نوصله يا مستر احمد، حتى في امتحان اخر السنه وفي الوزاره مفيش حد يا جماعه قاصد يحط لك السؤال عشان يوقعك. لا، هو قاصد يحط لك السؤال يزود منه ثقافتك، وفي نفس الوقت بيدي لك مخرج سهل ان انت تجاوب منه صح. انت استفدت يا سيدي تمام، ما استفدتش وعرفت تجاوب، احنا برضو مش عايزين منك حاجه غير كده. يعني احنا مش هنا انا بنحملك اكتر من طاقه. انا قلت ان انا مش فاهم يعني ايه الادبار، فانا اركز على حاجتين، ولا وعاد. بالظبط. حتى برضو انا مش عارف ان ولا دي هرب، هو بيقول لي الرمح بخيوله. فانا حتى لو بصيت على الاختيارات ما فيش اي حاجه. زعيم الصغر ده اللي هو الاسكندريه، يبقى خلاص دي ما تنفعش، لان محمد كريم ما راحش ورجع. صح. تمام. الاسطول الانجليزي نفس الفكره، ما عملش كر وفر،
ولا الحمايه العسكريه اللي هي العثمانيين. احنا قلنا اساسا من الاسكندريه حتى القاهره غاب الدور ما كانش العثماني. فيه دور عثماني، يبقى هنا الا بعد إمارات. بقى لما الدوله العثمانيه بدات تفقد مصر وقالت خلاص ان لا ده نابليون ولا بيجاملنا ولا اي حاجه، واتاكدت ان ده احتلال. وكانت برضو عندها ظروف اللي هي احنا دايما بنقول كانت ضعيفه ومشغوله وعارفه الفرق. صح. ضعيفه ومشغوله بالدوله العثمانيه مع روسيا، وعارفه الفرق ان مش هتقدر مع تواجه بسبب الفرق الحضاري. فبالتالي هنا مفيش اجابه تنفع الا قاضي المماليك، سواء كان مراد غير مراد انا مش هتفرق معايا. زعيم البكوات عامه. تمام. شهدت فتره وجود نابليون على راس الحمله في مصر انتصارات وانكسارات. انكسارات هنا هزيمه، حتى انتهى به الامر بالخروج وحده تاركا قياده الحمله لكليوباترا. وهنا طبعا نابليون خارج مصر بعد كان اخر اعماله. اعتقد ان احنا عارفين نابليون خرج بعد معركه ابير البريه. تمام. طب يبقى انا هروح يبقى اخر اعماله ايه؟ هل ابير البريه عقد معاهده؟ برضه لا. طب ابير البريه تحقق هدفه؟ واحد يقول لك ما هو انتصر على العثمانيين، بس هو ما ده مش هدف، هو جاي يعمل مستعمره، فهو كده كده مشي اصلا. تحقيق انتصار ام تحصل على هزيمه؟ لا هو ما خدش طبعا هزيمه، فده سؤال جميل جدا. يبقى على طول تحقيق انتصار. تحقيق. طيب احنا ممكن نحوله سؤال مقالي، ممكن يبقى نقول انتصارات وانكسارات. يبقى انتصارات هيبقى ابقير البريه، انكسارات ابقير اللي هو احنا كنا قايلينه في السنه اللي فاتت اللي هو مكان انكسارك هو مكان انتصارك، هو المكان الذي شهد انتصارك. يبقى احنا كده حولنا لك السؤال اللي هي منطقه لسؤالين نابليون خسر فيها وفي نفس الوقت بعد سنه رجع انتصر. كانت وثيقه في الكتاب السنه اللي فاتت اللي هي لم يقدم النصر مباهجه للفرنسيين مره انتصار ومره في نفس المكان وفي نفس المكان. نابليون خسر في ابير البحريه يا شباب وكسب في ابير البريه، بس الاختلاف العنصر. يعني انت هنا واجهت انجليز بحري ولكن هنا عثمانيين بري، واحنا عارفين ان فرنسا قويه في المعارك البريه. السؤال اللي بعده سؤال رقم 6. احنا قلنا تحقيق انتصار خلاص. سؤال 6 بيقول: يروى احد الضباط الحمله الفرنسيه عندما دخلنا الاسكندريه في 3 يوليو وبث الانجليز الفزع هنا الخوف في ارجاء المدينه في نواحي المدينه قبل وصولنا، وصورونا او صوروا في صوره الغاز، يعني شكلونا ان احنا المتوحش الدموي، الغاز اللي هو المستعمر، المتوحش الدموي والمغتصب عدو الشرائع جميعا. بصوا يا شباب، احنا معلومه برضه يا مستر عشان في طلبه مش عارفينها، احنا كنا دايما بنقولها ان انجلترا كانت بتراقب تحركات الاسطول الفرنسي، وعشان كده نابليون ما كانش ماشي مالطا وراح كريت. يبقى هو خط السير بيأكد على ان انجلترا ان هو عايز يتجنب الصدام بالانجليز، يبقى هو مراوغه الاسطول الانجليزي. تمام. ساعتها الاسطول الانجليزي كان بيراقب تحركات الاسطول الفرنسي وبدا يجي لحد اسكندريه. معلومه ليك هي اصلا مش مطالب بيها بس دي ليها وثيقه، ان انجلترا جت الاول اسكندريه وقابلت ساعتها محمد قرايم وبدات تفهمه ان الفرنسيين جايين البلد وان هم فبالتالي احنا ممكن ندافع عنكم، وبس ادونا مؤن ومعدات ان احنا ناكل ونشرب ولحد ما يجوا الفرنسيين نهزمهم ويبقى انتوا ارتحتوا. احنا كانت قدامنا فرصه العمر بقى ان انجلترا بس طبعا الفرص ما تتكررش يا مستر. المحاوله اترفضت في الوقت بقى اللي الانجليز لما جم قابلوا محمد قرايم صوروا الفرنسيين، دي وثيقه صوروا الفرنسيين بان هم الغزاة المتوحشين ان هيجوا كذا وهيعملوا كذا ودول هيبهدلوكوا، فهو بيحاول يرغب المصريين اديني فرصه دافع عنك لان اللي جاي ده مش هيرحمك. بالظبط، يعني هو بيكره المصريين في الفرنسيين بالظبط. تمام. يؤكد مضمون الوثيقه السابقه على تعارض الهدف من المنشور، اللي هو نابليون كان هدفه من المنشور يخلي المصريين يحبوه مش يكرهوه. هي الوثيقه بتقول انا عايز المصريين يكرهوا الفرنسيين، يبقى هو الوثيقه عكس الايه؟ عكس المنشور. القاء القبض على السيد محمد قرايم دي مالهاش علاقه اكيد. الدخول في صدام مع الانجليز في معركه ابير البحريه، هم الانجليز مش هيدخلوا في صدام مع الانجليز اكيد لا طبعا. محاوله التفاهم مع التحالف مع زعماء المماليك برضو دي مالهاش علاقه، المماليك مش موجودين في اسكندريه اصلا. يبقى هنا الاجابه طبعا ايه؟ تعارض الهدف مع المنشور. ليه؟ لانه هو بيشوه الصوره وهنا بيحسن الصوره بس. يبقى هي الفكره سهله يا شباب، حتى لو فكره جديده، يعني حتى لو انت ما خدتهاش، هو زي ما مستر ايهاب قال ان انت بتتعود تفهم وسيبنا صيغلك السؤال زي ما انا عايز يعني وعيد تشكيل الفكره كذا مره بالظبط. وزي ما قلنا استخدم فكره السؤال بهل، ان انا هاجي للجمله. يعني مثلا السؤال اللي بعده بيقول لي اي مما ياتي يدل على ان نابليون قارئ جيد للتاريخ. امسك كل واحده من دول واقول فك رموز حجر رشيد، هل ده يدل ان نابليون قارئ جيد للتاريخ؟ طيب هي فكره ان هو لما شامبليون فك الرموز كان قال احنا ده عشان احنا شفنا تاريخ الفراعنه فبالتالي جايين. وهنا في نقطه جوهريه، ما تحطش التاتش بتاعك، صح. ما تتوقعش انت حاجه
ما كانتش وتقول طب ما ممكن. لا ما طالب- ممكن ايه، انا طالب قلت لك بيدي كده تفسير للاجابه هو اللي اخترعه. بالظبط. ما تخترعش انت تاريخ غير اللي درسته وبعد كده تيجي تطالبني انا مش عارف احل وانا بغلط. احنا قلنا ان نابليون وهو جاي كان قارئ جيد للتاريخ لما ارسل المنشور، بالظبط. لما قال اني انا عارف طبيعه الشعب المصري، يعني ان الاسكندر الاكبر قبل كده لما جه دخل البلاد واحترم الاله احترم امون الإله أمون فاحترم الاديان، وقال له فهو انا جاي برضه اخلصكم من الفرس، فتقريبا نفس اللي عمله مين؟ نفس اللي نابليون. عمله بالظبط. تمام. فبالتالي فك رموز حجر رشيد ما تنفعش. محاولة شق قناة بحرية، احنا قلنا هل ده معناه قراءة جيدة للتاريخ؟ لا طبعا. كمان انشاء دواوين للحكم، هو المصريين ما كانش عندهم دواوين فهو جاي يأكد على ده. لكن مضمون منشوره ليه؟ لان هو في المنشور على دراية بالوضع المصري، عارف ان المماليك دول فعلا كنا بنقولها دايما يا مستر احمد، بنقول كلمة حق يراد بها باطل. صح. المنشور المنشور. وقال المماليك دول غرباء، هم مش مصريين، هو مش مصريين، هم بيستنزفوا بالعكس خيرات مختلف. البلاد، هو ده فرضين فعلا ضرائب ظالمين. على الناس. فبالتالي هنا هو عارف ضعف المصريين او نقط ضعفهم ايه عارف او طبيعة جرحهم الشعب ايه المصري. وبيدوس عليه. فبالتالي المصريين هيقولوا له ايه؟ واو انت اكيد يعني حاسس بينا وكتر خيرك وانت فبالتالي يعمل عوامل جذب. هو استغل هنا مساوي السلطه الحاكمه. يبقى الراجل ده ذكي وعنده قراءة جيدة للماضي والحاضر. طب انا هنا تمام؟ مستر ما ينفعش اقول محاوله شق قناه بحريه باعتبار ان اصلا كانت القناه دي موجوده قبل كده. طبعا دي ممكن لو انا بقى يعني انا عايز اجاوب في العموم، لكن انا لو هجاوب في المنهج بتاعي لا. انا ماليش دعوه بقى. صح. لان احنا كنا زي ما قلنا العنوان بتاعي هو اللي هو بيخلينا كتاب كده. المدرسه. انا هجيب عمق تاريخي، ودي نقطه بقى في طلبه وممكن بعض المدرسين يوقعوا الطلبه في الحته دي. ان هو يقول له ايه؟ لا بص انت النظام ده جمع معلومات واقرا وهات مراجع لو متعارضه مع المنهج، فبالتالي انت هتروح غلط. يعني ليه؟ لان عندك معلومات كتير. فبالتالي انا عايز اجاوب على المعلومه الوحيده فقط. صح. احنا يعني في وقت تاني ممكن نعمل امثله ونقول المثال ده لو انا جبته من معلومه واسعه وجبته من المنهج انا هجاوب من الواسعه دي المعلومات الكتير غلط. صح. لكن لو هجاوب من المنهج هجاوب صح. هو انت بتعمل اسقاط على المعلومه اللي عندك في المنهج، بس انا ما بقيس بتجاوبش لك من بره حاجه المنهج. معينه بس مش كل العموم. وضح نابليون في تقريره الذي اصدره هدف الحمله في عده نقاط. طبعا هو نابليون كان جاي ل3 اهداف حاجات، فهو هنا كتب طرد الانجليز من كافه ممتلكاتهم في الشرق، ادي واحد، اللي هي تقويض الامبراطوريه البريطانيه، وده السبب الاساسي اللي هو كان جاي عشان يدافع عن واقامه امبراطوريه فرنسيه قاعدتها مصر، والعمل على تحسين احوال المصريين ومحو صحيفه الوجود لاولئك البكوات، اللي هو محاربه مين؟ يبقى هي كل الوثيقه دي احنا ممكن نوظفها في كلمه واحده بس. الوثيقه دي اجتمعت كل المفردات اللي فيها فين؟ منشور نابليون. صح. ما هو ده لان هو ما جيته الا لخلصكم من المماليك. انا جاي مش جاي اهليه كل حكم فيها للمصريين. حتى فكره تسهيل التجاره، هو جاي يخلصكم من المماليك يامن التجاره، يامن التجاره فبالتالي هو يبقى في سهوله للتجاره الفرنسيه. فبيقول في ضوء دراستك والوثيقه. هنا لما يجي سؤال زي كده يا مستر احمد في كلمه اول ما الطالب يشوف في ضوء دراستك، يعني عايز يقول له ما تتهش، جاوب من اللي انت واخده في المنهج والوثيقه. انا بسالك على اسمك ايه، ما تقوليش بقى قصه وروايه، هو بس كلمه بس. فيعود في الاساس سبب فشل نابليون في تحقيق الاهداف. انا ممكن ولا اقرا ولا كلمه من دول. هو ليه نابليون ما قدرش يحقق اي هدف من اهدافه في مصر؟ لان مين العقبه الاولى والاخيره والكبرى؟ احنا كنا جايبينها سؤال بمقوله الصخره، اللي هو قطره بعد قطره يذيب الماء الصخره. فمين اللي اذا كانت لو عملناها نظريه، فاكر زي نظريه الدفاع بالعمق او نظريه الفراشه او اي نظريه، هنقول اذا كانت الحمله دي هي الصخره فمين القطره اللي اذابتها؟ صح، على طول انجلترا. يبقى الاجابه صدامه بمصالح الطالب حافظ ان اصلا فشلت المعركه وكانت بدايه نهايتها بسبب مواقف بريطانيا في ابيار البحريه، خلاص على طول في النهايه هي انجلترا. ممكن بقى احولها له سؤال مقالي واقول له ان كانت انجلترا بمثابه صخره تحطمت عليها امال الفرنسيين. تذكر بقى استشهد بامثله بقى، فهو يقول كل الامثله اللي هنا. هنقول له ابيار البحريه ونقول له اهل عكا سندتهم، فشل اتفاق العريش، خروج الحمله في ابيقير 1801. لا كذا يبقى هقدر اعمل كذا نقطه. يبقى هنا صدامه بمصالح الانجليز على طول. تمام. كان بمثابة آلة الزمان التي انتقلت بمصر من حاضرها العثماني إلى ماضيها العريق ومستقبلها المشرق. لا من آثار وجود الحملة الفرنسية على مصر تشير إلى بره السابقة. هو
السؤال عايز يعرفك ان هو كان من الحاجه اللي المصريين اتعرفوا بيها على الحضاره الغربيه. بص مفتاحه آلة الزمان، يبقى هو في زمن انقضى وزمن بدأ، يبقى العزلة يبقى انتهت. خلاص، يبقى انا همر بعصر جديد. عصر جديد يبقى عصر العزلة انتهى. يبقى مين اللي كان بمثابة صدمة حضارية مجمع للمصريين؟ يبقى خلاص اتعرفت الإجابة، مش الديوان العام ولا دواوين الأقاليم ولا المصانع. وكده بص في مفتاح هنا، الديوان العام ودواوين الأقاليم، يبقى كده أنا إيه مشتتات في نفس الجنس، يبقى على طول أستبعد طيروا الاثنين. بعض. المصانع ما كانوش دخلوا المصريين، يبقى هم ما زالوا مصدومين. يبقى كده على طول المجمع مين؟ العلم. احنا اصلا كنا بنقول ان المصانع الفرنسيه استمرت زي ما هي الصناعات بتاعتنا، لان المصريين ما دخلوش، فبالتالي هم استمروا في طواف الحرف. يبقى كده ما زال المصريين من ناحيه ادوات الانتاج في عزله حضاريه. هو نفس السؤال ده يا شباب كنا بنقول عليه ايه؟ كان بمثابه الوسيط الحضاري ما بين بالظبط. الشرق والغرب. فهو كنا بنقول المجمع العلمي. فاحنا هنا بنغير، قال لك آلة الزمان. طب هو ممكن يغيروا في الامتحان بس نفس مهما تيجي، بس انت خلاص عرفت ان المجمع ده هو اللي من خلاله تعرفنا على الغرب. اللي عرفوا المصريين بيها ان هم عايشين في حاله عزله، ولازم يعملوا مواكبه للتطور، ولازم يطلعوا على الحضارات الاخرى. صحيح. ويبقى في تواصل حضاري. كانت الحكومه الفرنسيه ترغب في قطع وريد التجاره الانجليزيه، ولا من هو قصده شريان التجاره اللي هو طريق الايه؟ التجاره في الهند بالظبط، وتقضي نهائيا على المماليك. يبقى هو عايز هدفين: تضرب انجلترا والقضاء نهائيا على المماليك. في دراستك اي من قاده الفرنسيين خاض معركه اشتبك فيها الأطراف المذكورة. الأطراف المذكورة زي ما حضرتك وضحت اللي هم مين؟ المماليك والإنجليز. الله فكرة مستر إن أنا دلوقتي أنا بصراحة الطالب، أنا بعذر الطالب، أنا كطالب دلوقتي أنا هجري هنا بقى. هو يعني السؤال الأسئلة من النوع ده مشتتة لذهن الطالب. ليه؟ لأن هو بقى يبقى بيحاول يفرد الفصل كله قدامه ويحاول يطبق على كل الناس. هل نابليون واجه المماليك والإنجليز في نفس الوقت؟ مش دي مشكلة، إن الطالب مش هيركز على كلمة معركة اشتبك فيها كل الأطراف، هو هيركز على كلمة إيه؟ مين اللي واجه الاثنين وخلاص. بالظبط. فهو لو قال مين اللي واجه الاثنين وخلاص هيبقى معظم الناس هيغلط صح، ومعظمهم هيختاروا نابليون على طول. في الطبيعي. ليه؟ لان نابليون عايز يواجه انجلترا وعايز يواجه المماليك. فالطالب هنا مش هيفهم السؤال بيقول له ايه. هو بيقول له اشتبكت فيها كل الاطراف، يبقى عايز معركه ايه؟ عايز معركه واحده اشتبك فيها الاثنين في نفس الثلاث اطراف، اللي هو فرنسا مع المماليك مع الانجليز. يبقى انا عايز الثلاث اطراف دول في مكان واحد. فطبعا ده ما ظهرش الا اثناء رحيل الحمل، لما الثلاث قوات اتحالفوا اللي هي انجلترا والعثمانيين والمماليك. فيبقى خلاص المره دي كانت في عهد مين؟ طبعا مينو لما خرج بالحمل. هنا يا شباب لما قلنا ان انجلترا ارسلت اسطول في ابي قير سنه 1801 لما اتاكدت خلاص ان الدوله العثمانيه ضعفت ويأست من قوتها، فحبت تخرج الحمله الفرنسيه. فقامت بعت اسطول في ابي قير 1801 وانضم اليها زعماء المماليك وزعماء مين؟ العثمانيين، وخرجت الحمله. يبقى كده مماليك وانجليز، يبقى الاثنين مع بعض مماليك وانجليز، يبقى على طول مينو. طبعا هنا السؤال ده هو فكرته جديده بس جميله جدا وجميله الفكره، بس ان دايما الطالب برضو احنا مش عايزينك حافظ، احنا عايزينك فاهم. لان هو مجرد ما هيقول ان ضرب انجلترا والمماليك هيروح لنابليون على طول، قبل ما يقرا اي كلمه هيوصل لنابليون، يبقى غلط كده وخلصت الليله. يبقى هو الفكره يا شباب، بص السهل الممتنع. يعني ايه السهل الممتنع؟ ان انت في فرق بين الاسئله الصعبه اللي انت بتاخدها، لان في ناس بتعتمد اصلا ان انا اديك اسئله صعبه بس مالهاش لازمه، يعني هي مش تيجي في الامتحان. لا هو مش خزعبلات. بص بالزبط. انا دايما مقياسي مع الطالب، لما انا وحضرتك جاوبنا السؤال انت كطالب حصل لك ايه؟ فهمت. وشك نور وارتحت وقلت ايه؟ ياه امال انا غلطت ليه؟ الموضوع سهل وبسيط. لكن لو انت فضلت برضو تقول لي طب ليه مش كذا وليه كذا وليه كذا ودي مش، طب لا انا مش مقتنع وانا مقتنع، ونفضل نجادل بعض، يعرف السؤال غلط، يبقى هنا في مشكله كبيره على طول. اصطحب نابليون مع علماء ومصورين ونحاتين وموسيقيين، اللي هو 146 عالم اللي احنا كنا بنقول عليهم مصطلح ايه؟ فاكر المصطلح ده يا مستر احمد؟ القوى الناعمه. ده اول سنه جه فجاء في الامتحان لما كنا عاملين السؤال ده كانت الناس بتتريق ويقول لك ايه القوى الناعمه دي؟ اللي هو العلماء. فلا الناس اللي يقدروا يغيروا فكر المجتمع بدون حروب. صح. فكده حمله غير تقليديه. فده شفنا وضح اثر وجود الفئات السابقه، كل الفئات دي مجتمعه في ايه من دول؟ جريده باللغه العربيه، تاليف كتاب وصف مصر، فكره الدواوين، فك رموز حجر رشيد. انا طبعا هقول الناس دول عملوا اعمال، كل واحد فيهم عمل حاجه. فانا زي ما احنا قلنا واتفقنا، هل كلهم اشتغلوا في جريده؟ على طول شوف السؤال بهل واطبق الفكره.
طيب فكره الدواوين الدواوين، مش هل كلهم اشتغلوا نحاتين وموسيقيين في الدواوين؟ يعملوا ايه؟ يعملوا احنا إيه؟ الدواوين قلنا اتصل بالاعيان والعلماء لما لهم من مكانه وحجر مرموقه. رشيد كده برضه تاريخ. حجر رشيد ده تاريخ بس، يبقى على طول تأليف كتاب وصف. كلهم عملوا اي حاجه اتعملت، صور، خرايط، فن، اي حاجه هتلاقيها في كتاب وصف كتاب مصر. وصف مصر ده يا جماعه شامل لكل اعمال شامل كل حاجه، وكان كتاب موثق فيه احوال المجتمع المصري. كتاب اصلا ليه كذا جزء بيتكلم عن كل حاجه، بيتكلم عن المدن، وبيتكلم عن الخرائط، بيتكلم عن اماكن، بيتكلم عن المنطقه، بيتكلم عن كل حاجه. تقدر ترجع ليه وتبص على كل حاجه عملتها الحمله، تقدر تستفيد بيبقى منه. اشترك فيه العلماء، واشترك فيه المصورين، كل واشترك الناس، فيه قاده عسكريين، نحاتين، كل الناس اللي اشتغلوا في الحمله هتلاقي اعمالهم في ده. طبعا. لكن هنا في الباقي هتلاقي هو واحد بس، اللي هو الصحفيين في الجريده، العلماء في الدواوين، الرموز حجر رشيد زي ما قلنا تاريخ. يبقى انا عايز الكل، يبقى صح. الكل يبقى في كتاب مش في حاجه. فشل نابليون في تطبيق مبدا الاحتواء اللي هو فكره المنشور بتاعه اللي كان عايز يحتوي فيه الشعب اتجاه ان الاطراف التاليه على التوالي. السؤال ده كنا احنا بنقوله ان نابليون فشل في منشوره 3 مرات. اول مره لما عرض على مراد بيك يحكم اسكندريه الاول، اهل الاسكندريه، ان هو لما رغب المصريين، وطبعا المصريين قوموه. بعد كده بقى لما عرض على مراد، وده عكس المنشور، وده خالف المنشور. انت قلت انا جاي احارب المماليك، وبعد كده رحت قلت ايه؟ بعد كده راح يحارب المماليك في الصعيد، لا المماليك والمصريين. عايزين كمان نذكر الطلبه يا مستر احمد ان ده سؤال 2021 اللي هو السؤال التجريبي، كان في امتحان التجريبي جه في 24. فبيقول ان السؤال ده ان نابليون خالف وعوده في اي من المناطق اهالي الصعيد. سؤال 24 حمل نابليون العديد من التناقضات بدليل نقط انه عرض على مراد تولي حكم الصعيد. يبقى الفكره هي سؤال 2021 بقى 24. فحضرتك الموضوع بسيط جدا، اعاده تدوير، هو مجرد بس ان انت فاهم منهج حلو وبتحل اسئله كتير وتطبق عليها. هو لما جه يا شباب بعد كده يوقع ما بين المماليك والمصريين ما عرفش، وده ليه ذلك مقاومه اهل الصعيد. بعد كده ثوره القاهره الاولى ما عرفش يستجيب رجال الدين. هو قال انا ما جئت الا لمحاربه المماليك، واني اكثر ايمانا منهم واعبد الله، واني احترم القران الكريم ونبيه العظيم. طيب هنا كل الكلام ده جميل، رحت بقى في ثوره القاهره عملت ايه؟ الازهر دخلت بقى دخلت الجامع الازهر بالخيول. يبقى كل اللي انت قلته سقط. فيبقى كده انت ولا عرفت تحتوي الشعب المصري ولا زعماته، ولا عرفت ان انت تحتوي المماليك، ولا عرفت تحتوي القيادات الدينيه، لان الازهر عمل عليك ثوره. انا كده حددت الثلاث حاجات، عايزهم ابدا بقى اشوفهم بالترتيب. لان كلمه ايه على التوالي، يبقى اسكندريه مماليك، يبقى شعب مماليك، خلاص شعب مماليك، تمام، الازهر. يبقى الشعب ده اللي هو القيادات الزعامات الشعبيه، تمام. يبقى انا لازم يكون دي الاولى الترتيب. طالما طلعت دي الاولى خلاص انا جاوبت السؤال بقى وعرفت. يبقى الزعامات الشعبيه، بكوات المماليك، القيادات الدينيه. طيب لو انا ما خدتش بالي يا مستر احمد من كلمه على التوالي، لا اي حاجه، هيبقى بقى كل الناس صح اصلا، كلهم صح، فيبقى انا هحتار وهبقى مش عارف اعمل ايه. في ضوء دراستك لاحداث الحمله الفرنسيه، اجب اقل الهزائم التي تعرضت لها الحمله كانت في ظل. سؤال جامد قوي يا مستر رياض. اقل الهزائم يعني فكره جديده، ما حدش كان لعب على الحته دي قبل كده بالظبط. يعني حد اقل واحد اتهزم. فانا بصراحه انا كطالب هروح اقول مين اقل واحد قعد مينو، ويبقى ده اقل واحد هزم، ده ما عملش غير مره واحده وخلاص مشي بسرعه. وهو قال انا هقعد في مصر، راحت انجلترا قايله له يلا توكل على الله، هو اتهزم. فبالتالي ايه اتهزم، لان هو الاصول الانجليزي وزعماء المماليك والدوله العثمانيه. لو انا بصيت للجزئيه دي خلاص اتهزم. طيب لو بصيت لنابليون، اتهزم في عكا، واتهزم في الصعيد، واتهزم في هزائم كتير. طيب ديباوي ده مالناش علاقه بيه. طيب يبقى على طول مين؟ كليبر. ليه؟ لان كليبر هو دخل مع العثمانيين في معركه وانتصر عليهم. طالب ممكن يقول لك لا ده اتهزم اصل هو في معاهده العريش فشل. ايوه قلبي، هو لا دي معاهده حاجه سياسيه، لكن هو ما فيش اي هزيمه عسكريه. انا من السؤال ده اروح اعمل له ايه؟ قلنا كليبر انتصر على العثمانيين، طب ونابليون انتصر على العثمانيين. يبقى القاسم المشترك الانتصار على العثمانيين، اظهار قوه الحمله في مواجهه الدوله العثمانيه، وكمان اثبات فشل وعود نابليون تجاه الدوله العثمانيه. فين مجامله الدوله العثمانيه والحمله الفرنسيه في معظم قادتها؟ يعني مينو يعتبر حارب العثمانيين، نابليون وكليبر، يبقى كده كلهم كانوا في مشاكل مع الدوله العثمانيه. يبقى كلهم اثبتوا عدم وفائهم بالوعود اللي قالها نابليون في منشوره تجاه الدوله العثمانيه.
يا سوريا عليك السلام، سلام مودع فنعم البلد أنت للعدو. أنت العدو. هنا طبعا كلمة قالها هرقل ملك الروم. ملك الروم ده بعد معركة اليرموك لما المسلمين دخلوا ساعتها الشام، وكان قصده ان هو ما دخلش. هو المقصود حتى الطالب ممكن يقول لك في طلب الله مستر الله ولا يعني ما تعرفش ان سوريا هي بلاد الشام. بس يعني لولا ان هو قايل له تحت ان قال هرقل قبل، ودي واخدها في ثانيه ثانوي هنا متكرره طبعا كلمه شام. ليه برضو؟ عشان الهدف برضو ما خلاكش تدعم ان الطالب مش هدفه ان يعني يعملوا له مشكله. لا، الامتحان يا جماعه الفرق ما بين السؤال لما يتعامل في الوزاره والسؤال لما يتعامل في مدرس معين. فالمدرس بيحط ان انا عايز اقول للطالب لسه ذاكر اكتر، لكن الوزاره عايزه تقول له انا هتعمل ايه عشان توصل للاجابه بس. فمش هدفنا ان احنا نسقطك ونضيعك ونخسرك درجات، لا ده بالعكس. في معلومات غريبه. هو برضه الطالب يعني ازاي المفروض يبقى عارف سوريا ان هي الشام. يعني احنا مره جبت عكا، فعكا في فلسطين، ما جبناش عكا. يعني كان في سؤال جاي في فلسطين خلاص يبقى عارف فلسطين. هي دي المشكله. هو يعني محتاج شويه ثقافه، بس مش برضه زي ما احنا قلنا ان انت تتوسع وتروح تجيب مراجع وتطبع كتب لا وتقرا واخد لك ايه وانا اروح جايب لك كل جزئيه واقول لك دي بص تعال اسمع قصه وتعال اسمع روايه وتعال اسمع وثيقه. لا دي بلاش. الوثيقه هي هتجي لك انت وهتجي لك مفاجاه. مهما قريت انا كمدرس وكطالب هتجي لك مفاجاه. هجيب لك وثيقه كده ما انت فانت هتجاوب من ضوء المنهج على تفسيرك للكلام اللي موجود. صح. بس فما تدورش ولا تتعبش نفسك. فهي نابليون ولا كليبر ولا مينو ولا ديبوي. سؤال سهل وبسيط. يبقى هي بس حكمته في الوثيقه. فلما الطالب يجي يلاقي بيت شعر، يلاقي اي حاجه زي كده، خلاص بقى يتخض ويلاقي الدنيا باظت. احنا بعد الامتحان لما انا كلمتك قلت لك الامتحان سهل قوي والطلبه خارجه امتحان سهل قوي. حكي لما دخلنا على السوشيال ميديا اللي الناس بتعيط والناس غلطانه في الاجابات. يعني سواء كان نموذج الاجابات خرجت من الجروب هي عكا ولا اليونان. الناس قعدت تتخانق على الاجابه. ايه يا جماعه في عيب؟ بقول لك الموضوع بسيط. فهو الموضوع يا جماعه سهل، بس ايه اللي كان بيخلي الطالب يتخض؟ ان داخل مثلا لقى عباره زي بتاعت يا سوري. انت لو لاحظت ان معظم الاسئله اللي احنا بنحلها النهارده هي كلها جديده بس سهله، انت هتحلها وهتدخل الامتحان هتلاقي كده بس هتلاقي جديد بس سهل، تعرف بس سهل لو انت فاهم. عشان كده اتعلم دايما ان انت ما تحفظش السؤال. مفيش حاجه اسمها نفس اسئله الواجب تخش تلاقيها في الامتحان. لازم تبقى انت دايما بتبقى حاطط قدام التجربه ان الاسئله الفكره ان انا ازاي اتعامل مع السؤال. صح. بس طول ما انا عرفت اتعامل مع السؤال جديد قديم شفته ما شفتوش باشا انت راجل. انا ده بالعكس، ده ممكن السؤال اللي انا شفته هو اللي هيغلطني. زي فكره سؤال اسماعيل. خديوي اسماعيل يمكن لسه ما خدناهوش في المنهج. لما كل الناس حافظه الخديوي اسماعيل ده عمل مجلس نواب، فايه المشكله في مجلس النواب؟ ان هو ما اداش كل الناس يدخلوا المجلس ده. فاقتصر على بعض الفئات فما حققش تكافؤ الفرص. فاول ما الطالب دخل بقى جاب الاثنين في راح ليه الجمله دي راح مختارها، طلع ليه السؤال غلط. طب ليه بقى؟ لان انت حافظ. بس حضرتك انا اديتك فكره، اديتك ناتج تعلم على الجزئيه دي، بس ما قلتلكش هتدخل تلاقي السؤال. يعني قلت لك فكر. زي مستر السؤال في الفصل الاول هنقول له دلوقتي الطلبه كان بيتكلم على ان كل الطلبه بتاع طلبه جمهوريه مصر العربيه حافظه. لو جيت سالته مين يا ابني من محاولات فرنسا كان دبلوماسيا وكان علاقته دبلوماسيه مع السلطان، فالطالب دايما حافظ مين يا مستر؟ حافظ لويس 15. فكان في وثيقه تاريخيه في الكتاب موجوده في الكتاب معانا هنا بتقول ايه؟ ان اعترفت الجمهوريه الفرنسيه خلاص بتركيا بالعلاقات مع الدوله العثمانيه الدبلوماسيه، او اعترفت تركيا بالجمهوريه الفرنسيه وكان هناك بينهم علاقات دبلوماسيه. فالطالب اول ما شاف علاقات دبلوماسيه على طول. انا السؤال ده عملته في امتحان للطلبه عندي، يعني 90% من الطلبه كله لويس 15 وطلعوا يتخانقوا معايا. ويعني تعالى نتخانق ازاي دبلوماسيه وازاي ايه. فهي الفكره في كلمه الجمهوريه الفرنسيه. الجمهوريه يبقى ازاي يا عم؟ يبقى في حاجه اسمها مفيش جمله. شغل دماغك ما تحفظش. لا في حاجات لازم تحتاج ان الطالب يبقى معتمد على التركيز. بعد سفر نابليون انقسم الجيش الفرنسي الى فريقين. طبعا احنا عارفين الفريق اللي كان عايز يخرج اللي هو فريق كليبر، والفريق اللي هو كان عايز يقعد في مصر اللي هو فريق نابليون او حتى مينو. هي فضل دراستك العامل المشترك بين فشل الرايين. هو عايز يعرف كليبر ليه ما عرفش يمشي، ودي هجاوب مقالي بقى انا ما بصيتش الاختيارات بالظبط. هي سبب فشل معاهده العريش ومين السبب؟ انجلترا. حلو. وفي نفس الوقت مينو ما عرفش يقعد برضه عشان انجلترا.
وحتى نابليون هي مش تعاقبته من اللحظه الاولى، يبقى الرأيين. ورحل سرا. طب ما هو كل ده بسبب مين؟ انجلترا. يبقى احنا نرجع للسؤال الاولاني اللي هو ان انجلترا حددت ان حددت الاجابه هي انجلترا، سواء هنا او هنا. عايزين تخرجوا فهي مبدا خالف تعرف. انت هتخرج، لا هقول لك اقعد. هتمشي هقول لك لا يا مش هينفع. فهنا بقى اجي ابص على الاجابات واقول فشلوا بسبب الوضع الداخلي في فرنسا مع اداء ثورتها، يبقى ده نابليون بس. واحنا لما يجي سؤال قاسم مشترك يا مستر احمد لازم الاجابه تبقى خصه كذا، لازم امسك الواحد واقيسه للاثنين كأن انا بقيس تيشيرت، لازم يقيس يطلع مقاس الاثنين. طلع مقاس الاثنين، الف مبروك وربنا يكمل. هو دي الاجابه، غير كده يبقى مش هينفع، ولازم ارجع ابص على باقي الاجابه. يبقى الاجابه طبعا موقف الدوله العثمانيه طبعا ما ينفعش. انقسام بين اهل الراي واصحاب القرار. احنا ما قلناش الموقفين هو مش احنا في نفس الوقت وانا عايز حاجه وانت عايز حاجه، ده في مرحله تاريخيه وده في مرحله، فما ينفعش. فشل الرأيين. لكن مين الحاجه المشتركه بين الاثنين؟ ان انجلترا قالت هنا كليبر هنخرج، قالت له لا مش هتخرج. هنا مينو هنقعد في مصر، لا يلا توكل على الله ويمشي. فهي الفكره ان الحمله مصيرها ليس في يد قادتها لكن في يدي انا. تمام. فحرمان الحمله من الحق في التقرير مين المصير. طب انا هنا عندي نقطه مستر، انت كده عايز تقول لي وقوف انجلترا على طرفين نقيض، يبقى موقف انجلترا متذبذب. طبعا. في بقى مصيبه، الطلبه دايما بتسالني على السؤال ده، يبقى كده انجلترا ما لهاش موقف ثابت. المشكله ان في انجلترا ما عندهاش في احد الكتب، يعني هو بيقول اي من الناس اللي اي من الاطراف لم يشكل موقفا ثابتا. فهو حللها الانجليز. بعض اقول للطالب الاجابه غلط. لا اللي ما شكلش موقف ثابت، اللي شكلوا موقف ثابت المصريين. ليه؟ لان دي بلدهم. فحتى لما دخلوا الدواوين او اي شيء، هو برضو المصريين اولا كانوا مضطرين لده، لان هو ده كان بضغط من الحمله الفرنسيه ومن قادتها. وثانيا برضو هم كانوا لا حول لهم ولا قوه، يعني اللي هو انا مغلوب على امري. صح. وانا يعني في ناس حتى من ضمن المصريين قالوا لا احنا مش عايزين ندخل المجالس النيابيه. وبعد كده صاروا على نابليون، وصاروا على نابليون. وطول الخط هم القيادات الدينيه هو عبد الله الشرقاوي وكل الناس دي هي اللي صارت على نابليون. فبالتالي يبقى الموضوع محسوم. المصريين عندهم موقف ثابت من الحمله. لكن اي حد تاني، الدوله العثمانيه تفاوضت، المماليك تفاوضوا مع الحمله وكليبر اتفق مع مراد بك، والانجليز برضو حاولوا ان هم يروحوا وييجوا، ان يترددوا على الموضوع ونتفاوض معاه. يعني لو كليبر قال لهم طيب هنتفاوض يعني همشي كأسرى حرب بس بكذا بطريقه كذا بطريقه، كان ممكن يقبلوا. يبقى في نوع من المرونه في العلاقه. لكن مين اللي ما كانش عندهم مرونه ورفضوا طول الخط ان هم يبقوا الفرنسيين في مصر؟ المصريين طبعا. فكره المصلحتي انا بدافع عن بلدي بالظبط. عشان كده السؤال ده حابب من المكان هنا اوضحه يا جماعه، علشان في طلبه كتير قوي بتقول بتمشي ورا. عايزين برضو نوضح ان اجابات بعض الكتب اللي بتبقى ورا دي مش كلها بتكون بص صح. اجابات كلها قبل اي كتاب يا جماعه واي سؤال، او احنا كمدرسين احنا عمل بشري، ده طبيعي، قابل للخطا وقابل للصواب. لكن الحكم هو مش التهكم، الحكم هو العلم والعقل. فانا جيت لقيت سؤال متجاوب كذا وانا حسيت ان في مشكله، ممكن ادخل مع مدرسي او مع اي حد اساله واتاكد. تمام خلاص انا خدت معلومتي. لكن ما افضلش بقى اعيد وازيد واروح واجي وبتاع والموضوع، وكأن بص مصر كلها وقفت على السؤال ده كأن هو ده اللي هيجي في الامتحان. طالما هو بقي فيه مشكله كده مش هيجي في الامتحان. يبقى خلاص انا لازم اخرج من الدايره دي وما اعطلش نفسي. ما تعطلش دماغك بفكره الاسئله اللي انت هتقعد تقول مثلا انا شايف ينفع دي وشايف انها تنفع دي، هي فيها مشكله فما بتجيش. بالظبط. انا دايما بقول للطالب بتاعي كده، لم يمضي على احتلال القاهرة إلا 3 أشهر حتى كانت الدلتا وكأنها شعلة من اللهب وتصغر أرجائها، اللي هي يعني بدأت إن هي خلاص الشعلة تبدأ إن هي تبدأ تبقى اللي هو انتشار المد الثوري. يعني إحنا بنقول إن الثورة بدأت من القاهرة وانتقلت إلى الأقاليم، شملت أرجائها، يعني البلد كلها هايجة على الفرنسيين. في ضوء دراستك والمعلومات الواردة في الوثيقة استنتج سبب اشتعال روح المعارضة. طبعا احنا عايزين نعرف سبب ثورة القاهرة الأولى، لأن هي أصلا الثورة اللي قامت للمصريين. عندنا 2، ثورة القاهرة الأولى والثانية. طبعا هنا يا مستر اللي خلينا نعرف إن هي ثورة القاهرة الأولى. ما هو بيقول لي أولا لم يمضي على احتلال القاهرة 3 أشهر و3 أشهر. هو جت في البدايات والثورة أكتوبر. يبقى 7 و10. انا عايز اقول له هو كمان ذاكر لك كلمه يا عم والله ما بيخدعك وما بيمتحنكش رياضه. صح. ولا اي حاجه.
هو عايز يقول لك بكل بساطه إن ليه لسه- الناس صاروا على الفرنسيين. اعمال نابليون. يبقى صاروا ليه؟ عشان احنا اتفاجئنا ان انت بتخدعنا، ولا انت جاي تخلصنا من المماليك ولا اي حاجه، وفرض ضرايب على الشعب وانت في استغلال واستنزاف لموارد. فانت قلت لنا المماليك دول بيستنزفوا خيرات البلاد، وانت عملت كده. وانت عملت نفس الفعل. قلت لنا المماليك غرباء وانت مش ابن خالتي. قلت لنا فكل حاجه. انا اتفاجئت ان انت يعني انت انسان نصاب، فطبيعي ان انا بقى مش هسكت لك، انا هحاول اعمل اي مقاومه. يبقى الاجابه اعمال نابليون. بالظبط. هدور على اعمال نابليون. توحد قوى المماليك خلاص ملناش دعوه. ماشي. ارجاء قاده الحمله للاعمال الكبرى، لا. يبقى تحالف الدوله العثمانيه ما جبناش سيره الدوله، لكن سوء صنيع قاده الحمله لان هو بيتكلم عن صنيع الحاجات اللي عملوها، الحاجات الوحشه اللي هم عملوها. تمام. طيب سؤال 17 بيقول ان مصير فرنسا هو على شاطئ الراين لا على ضفاف النيل. يعني الحل احنا نرجع بلدنا افضل، لان هنا ملناش لقمه عيش من الاخر. تمام. ففي ضوء دراستك القول السابق لاول قائد، اول قائد هو مين؟ نابليون. لازم احدد. والذي انا وماشي بترجم الافكار واربطها في دماغي. صح. اذا ما كنتش بكتب انا بحط في دماغي الفكره، ولو انا طالب صح اكتب كل حاجه. صح. ما عنديش مشاكل من ده. نتيجه ايه؟ هو الطالب برضه مصر والله لازم يعرف نتيجه ايه، يبقى غير بسبب ايه، غير بهدف ايه، انا عايز ايه الحاجه اللي حصلت يعني اللي ادت لهذا الشيء. قيام ثوره القاهره الاولى، فشل في التفاهم مع بكوات المماليك، اصرار انجلترا على افشال الحمله، مسانده اهالي شبه الجزيره للمقاومه. يبقى انا هعمل حاجه، انا حددت بقى هو ايه العمل اللي من الاربعه دول هيخليني اسيب مصر واقول احنا ملناش اكل عيش هنا، احنا حلينا نرجع بلدنا والدنيا خلصانه، خلاص احنا اتحصرنا والدنيا كلها ظلام، اتحصرنا جوه البلد وقلنا ان خلاص كده مش هنعرف نرجع لان مفيش امدادات هتجيلنا، فالحمله الفرنسيه هتفشل يا جماعه. يبقى انا كده هبص على كل واحده واسال نفسي السؤال بهل هل احنا هنرجع من مصر نرجع فرنسا عشان ثوره القاهره الاولى؟ لا. طيب فشل التفاهم مع المماليك، مش هم دول اللي ما هو نابليون انتصر على مراد بك ولا المسانده. طيب مسانده اهالي الجزيره، لا. يبقى على طول ايه؟ انا مش هقدر اهزم انجلترا خارج ارضها، فانا انجلترا راحت بصالي كده بلغه الستات وقالت لي ايه؟ يا فاشل يا فاشل، راحت جايه ولا بره ولا ايه ولا جوه، ولا قدرت تضربني هناك ولا قدرت تضربني في مصر، البحريه انتصرت، يبقى الموضوع منتهي. تمام. ينفع مستر هنا نقول ان مصير فرنسا هو على شاطئ الراين لا على ضفاف النيل، ونقول في ضوء دراستك نحط بقى سؤال نغير ثقه ونقول ان ده دفع نابليون يعمل ايه؟ طبعا. ان يبقى هي نفس الوثيقه دي هقول له ان مصير فرنسا هو على شاطئ الراين لا على ضفاف النيل. القول السابق دفع نابليون لاتخاذ اي من القرارات. نقول له مثلا ايه؟ عزل القضاء الاتراك، نقول له التفاهم مع مراد بك، نقول له تحديد موعد خروجه من مصر او طريقه خروجه، او فشل المشروع الفرنسي في مصر. ايا كان هي هتبقى طبعا فشل المشروع او رحيل نابليون من مصر. فهو كده فضل ان هو ينقذ بلاده افضل من ان هو يقعد في مصر. مشاكل يعني ترتيب اولويات. لما فرنسا دخلت في مشاكل مع النمسا فهو قال لك لا انا لازم امشي بسرعه. ما هو انا دلوقتي قدامي خيارين، مستقبل بلدي فرنسا ولا الحمله. لا بلدي. هو اصلا كان الهدف الاساسي اللي مخلي فرنسا تيجي على مصر هو الدفاع عن فرنسا وقوتها. فده يثبت ان نابليون قال لك لا انا مستقبل فرنسا ايه؟ مستقبل فرنسا. يبقى نفس الوثيقه ممكن نجيب عليها فكره سؤال، قصده ان هو حتى الوثيقه التاريخيه اللي ممكن تجي لك ممكن اوظفها في كذا سؤال، يعني ما اقعدش بقى ايه اركز على الحته دي واسكت. هنا برضو ممكن نوظف فكره الفراشه. طبعا. نظريه الفراشه اللي هي حاجه صغيره بتؤدي الى حاجه كبيره، او حاجه في الشرق تاثر على الغرب. بالظبط. حروب النمسا خلت ان قائد الحمله يتغير، قائد الحمله يمشي، وبالتالي طبعا ترك كليبر في ظروف صح. ودي من عوامل فشل الحمله وعدم بقائها في مصر، ان نابليون اساسا اللي هو صاحب الفكره وصاحب المشروع. هو الحمله جت ازاي؟ ان نابليون قدم مشروع لحكومه الاداره وهي اللي وافقت. طيب المشروع ده يبقى صاحب مين؟ على فكره كليبر ولا مينو ما كانوش عارفين انه رايح مصر. هو اصلا هو اخذ عليه، فبالتالي هو اساسا كل الموضوع، فاذا سقطت صاحب الفكره فسقطت الفكره نفسها. صح. فهي يعتبر نقطه انتهاء الحمله في مصر ومعروف مصيرها اتحسم برحيل نابليون. تقلص الوجود العثماني في مصر لادنى حد. ادنى حد هنا يبقى انا عايز اخر حاجه. تمام. فانا هرتب المواقف. هروب الوالي بس ده كان اول المواقف. تمام. عودة نابليون من عكا جميلة، بس مش دي اخر المواقف. ده اخر عمل اداري. اخر عمل اداري.
طيب فشل اتفاق العريش هي اخر حاجه، بس نشوف الموقف اللي باقي. تولي مينو قياده الحمله. هل لما تولى مينو هو طرد العثمانيين ولا اي حاجه؟ لا، هو ما لما تولى مينو ما قالش انا هعمل ايه مع العثمانيين. فبالتالي هنا يبقى انا الموقف الرابع ده ماليش علاقه بيه. كليبر هاجم العثمانيين بعد فشل، يبقى انا هقول ده 1 ب 2 العريش 3. يبقى خلاص طبعا حتى لو انا مش عارف ان كليبر هزم العثمانيين وطردهم الى الشام، يبقى خلاص انا كده رتبتهم طبقا للترتيب التاريخي. ايه الحدث ومضمونه انا مش عارفه، ما عنديش مشاكل، احنا مش مطالبين حضرتك. يعني في طالب قال لي انا جاوبت السؤال ده يا مستر صح، قلت له زي الفل وبرافو عليك، قال لي بس مش عارف ليه. فقلت له معلش يعني جاوبته مش هي دي القصه صح. يعني المهم انت لما جيت في اخر السنه طلعت انا هفرح منك انت عملت الصح. ليه ومش ليه انا مش عايزك متخصص في التاريخ صح. الا لو انت هاوي ده براحتك بقى. اني لا اخفى عنكم سرا اننا لن نكون سادة هذه البلاد. طبعا هنا نابليون بيتكلم بعد ما اكيد حصل له حاجه يعني. لاننا اذا اخلينا بلدا لحظه من الجنود، يعني لو سيبنا بلد عادت الى حالتها القديمه. القول السابق لما يكون في مصر هو طبعا هنا بيواجه متاعب، كل ما يحارب بلد يقضي عليها يلاقي الناس جم هاجموه تاني، وده بسبب عمليات حروب المناوشات والفر. فده القول السابق لما في مصر والذي يمكن ان يكون قيل في اي من الظروف. يبقى مفتاح الاجابه كله في القر والفر. في القر والفر. لو انا ما عرفتش ان هو احنا لما نخلي بلده ترجع تاني، وهو طول الوادي والطبيعه الجغرافيه، فهو لما يروح اسيوط يلاقي سوهاج عملت ثورات، يروح جزء في سوهاج يروح اسيوط يلاقي الاقصر ضاعت الدنيا، فبالتالي هو قال لك انا هلاقيها منين ولا منين، كله ضرب ما فيش شتيمه. انا هقول بالظبط. وحتى مره كنا عاملين سؤال عليها اللي هي المصائب لا تاتي فرادى بل سرايا كالجواسيس، يعني بص من كل جانب. ولما ريبو قائد الحمله برضو اللي كان من ضمن هو وديزيه كانوا في الصعيد، فقال ان كانت الحمله كالحيه، المقاومه كالحيه لها 100,000 راس. الثعبان ده الحيه كذا مكان كل ما تقطع له جسمه يطلع له جسم تاني. فهو عايز يقول ان انا كل ما اخمد ثوره تطلع لي ثوره تانية. طب انا هلاقيها منين؟ فالحل بقى ان انا يعني اشوف اي طريقه اتعامل بيها مع الناس. هكتب الاجابه مقاومه ال الصعيد. خلاص يبقى ادور بقى مقاومه ال الصعيد فين في هي ايه في الاختيارات دي؟ عقب فشل الحمله؟ لا ولا بعد فرض زعيم المماليك؟ بعد فرض زعيم المماليك. ولا اثناء حروب؟ طبعا دي بعيده خالص. ولا قبيل السيطره. هو سيطر بسرعه. يبقى بعد رفض زعيم المماليك الموائمه اللي هو مراد بك، رفض التعاون مع نابليون، فبالتالي نابليون إليه وحتى هنا نجح في هزيمته ولكن فشل في هزيمه الصعيد. في سؤال عاملينه برضو بنقول ان ليس كل انتصاراتك تحقق اهدافك. يعني هو انتصر على نابليون لكن فشل في السيطره على الصعيد. فإن الاحداث الاتيه يتفق موقف السلطان العثماني مع مصطلح تجاوز العاصفه. تجاوز يعني مشي الدنيا، ويعني في كارثه بتحصل انا عايز اخلص منها واعدي. فهو ايه الكارثه دي؟ ان هو كان لسه مهزوم في ابقير البريه، فبالتالي هو يعني هيخش معاك في صدام، هيخش في صدام مع هو هزمه مع كليبر، فبالتالي هزمه نابليون فهيدخل مع كليبر تاني. كليبر قال له يبقى يقول لك ايه بقى ده متعوده دايما وكل شويه بقى تلطيش. طب ليه يا عم؟ فاحنا نتفاوض. اهلا بالتفاوض ويبقى مخلص الموضوع. يبقى هنا السلطان رحب نتيجه ضعف. بالظبط. حلو. يبقى معركه امبابه لا، معركه ابقير، لان هو هنا اتهزم فما تجاوزش العاصفه. ثورات المصريين لا، يبقى طبعا الاجابه عقد اتفاق العريش. تقوم الفلسفه الاقتصاديه للفكر الاشتراكي على امتلاك الدوله لوسائل الانتاج. يبقى هنا المقصود به ان الدوله هي صاحبه الارض بالبلدي وصاحب وسائل الانتاج، ودي قلنا ان الدوله العثمانيه طبقتها ان هي صاحبه الاراضي الزراعيه، وده كان موجود في نشاط هو الفكر ده دايما بيعتمد ان الدوله هي اللي تمتلك كل شيء. فايه اللي الدوله امتلكته وقالت دي حاجه تخصني انا بس، فكر محمد علي يبقى نفس الفكره. بس هو طبعا ايه هنا الدوله العثمانيه السلطان قال الارض هي ملكي، فانا مش هدي حد اراضي. وحتى ملكيه الوصيه كانت مشترطه بان الملتزم يقوم بعمله، لكن ما دفعش الضرائب مقدما للدوله. مفيش اراضي وصيه ولا اي حاجه، ما بقاش ملتزم هاخد منه. فبالتالي يعني نظام الحيازه للفلاح ونظام مفيش حيازه نهائي. مفيش. يبقى هنا طبعا ايه الاراضي كلها ملكا لمين؟ ملكا للسلطان العثماني. الهدف الذي تسعى اليه دون تقديرات العقبات هو هدف لا يمكن الوصول اليه مطلقا، بل ستكون نهايتك ربما بسبب. يعني انت لو رحت تسعى الهدف من غير ما تحسب
العواقب بتاعته يبقى ده هيكون طبعا ايه هيكون نهايتك عليه. بسببه. وهنا نهايتك يعني انت حاطط هدف، الهدف ده هيتلغي. فهنا معركة الاسكندرية اللي هي اهالي الاسكندرية ما اعتبرهاش معركة تبرير البحرية، لا طبعا، وهي اصلا مدياني لان في هو الاختيار ما دام ما قالش برضه هو مش هدفه ان هو يوقع. طيب الحملة على الشام، هو نابليون هنا ما كانش عنده اهداف الا انه يتجنب الصدام وهو تجنبه، يفتقد اللي هو يخش في اتهزم هناك. دي مش قصتنا بقى، بس هو الهدف انه ما يتحطش بين شقي الرحم، ما تجيلوش حمله بريه وبحريه، وده حصل بالفعل. وانا زي كل واحد على واحد. تمام. مقاومه اهالي الصعيد، هو للاسف طبعا هنا اتهزم في اهالي الصعيد. طبعا معركه ابي قير هي دي بقى ليه؟ سبب فشل لان هو جاي وما عملش حسابه ان انجلترا مش هتسيبه. هو انت جاي تضربني وجاي تقطع طريق تجارتي وجاي تقوض امبراطوريتي وجاي تمنعني من اكبر مستعمره ليا اللي هي الهند، درة التاج البريطاني، وانا هقول لك ايه يعني؟ اتفضل روح مصر وانا هسيبك؟ لا طب هو اعتقد يا مستر ان هو قال ايه؟ قال هو انجلترا بس ايه تسيبنا اخش مصر وانا اخش مصر وبعد كده ايه يحصل اللي يحصل مع ان طبعا هو غلط. هو كل الموضوع الناس اللي حللوا شخصيه نابليون ان هو كان عايز اولا يعمل انتصار يخلد بيه اسمه بس هو شخصي. هو حتى لكن هو لو حسبناه على حساب الدوله هتلاقيه الدوله عرض المشروع ده الحكومه في ناس كانت وفي ناس كانت موافقه وفي ناس رافضه وناس قبلت. ليه؟ لانه حسوا ان في مجد ذاتي، ان هو نابليون رايح يعمل انتصار عالمي، وهو كان دايما بيحلم بفكره في الماده الاسكندر وغيره، وان هو عايز يعمل امبراطوريه في الشرق. فهو دايما كان بيقول ان اوروبا دي وكر فقر، اما الامبراطوريات في الشرق. فانا لو فعلا خدت الشرق يبقى انا فعلا عملت امبراطوريه، عملت مجد ذاتي. ارتبطت. يبقى احنا هنا الاجابه هتبقى معركه ابو قير البحريه. نأى نابليون بجيشه. يعني نأى مستر ابتعد نابليون بجيشه عن الدخول في معركه يفتقد الى تقرير مصير قواته. عندما يعني نابليون بالبلد كده مستر بنقول ان هو كان خلاص هيتقضي عليه. بص انا يعني انا كده ميت وكده ميت، ولكن هو ابتعد عن ايه اللي هو تجنب الوقوع بين شقي الراحه زي ما حضرتك لسه قايل. يبقى بنفس السؤال يبقى اجابته ايه؟ رساله حمله عسكريه ان هو ما فضلش في النص بالبلد كده. ارتبطت هزيمه فرنسا في ابيير البحريه بعجز الحمله الفرنسيه عن تحقيق اهدافها فيه. هو هنا فرنسا لما خسرت في ابيير البحريه اسطولها اتدمر بالظبط، والاسطول ده كان عقبه كبيره جدا في حاصر شواطئ البحر المتوسط. حلو. فبالتالي لما حصر الشواطئ قدامه ان هو يزيد من الام الحمله في مصر. جميل. فلما نابليون راح عكا الاسطول ساند اهالي عكا. هو حاصر عكا بري بس. لما نقدر نقول ان الاسطول الانجليزي ده جه منين؟ هو معركه ما جاش من انجلترا، لا هو موجود في الشواطئ. من معركه طالما طب موجود في الشواطئ يبقى ايه؟ معركه ابي قير. يبقى في علاقه بين ابي قير وفشل نابليون في عكا، يبقى ممكن احولها سؤال مقال بالزبط. او هقول ان نتائج معركه ابو قير ادت الى فشل نابليون في اي من المناطق عكا. طب ايه اللي يدل على هنا عكا؟ الصعيد ولا الشام ولا القاهره ولا اسكندريه؟ بلاد الشام. الموضوع اللي هو مش اصلا مستاهل اي حاجه. في ممكن يجي يقول لك ان لو كان نابليون معاه اسطول بحري قوي وكان نتائج معركه عكا اتغيرت، كان لو نتائج ابي قير اتغيرت كانت النتائج في عكا اتغيرت بالظبط. لكن هو طبعا ان مقدمات فاشله نتائج فاشله. سؤال 25 بيقول حدد نابليون بونابرت وظيفه اعضاء الديوان العام في تدريب العام المصريين على نظام مجالس الشورى من حيث الاستشاره وتلقي الاراء فيما يعود بالنفع على الاهالي في مجالات القضاء والمواريث والملكيه والعقاريه والضرائب. العناصر القادره على تقديم المشوره نتيجه خبرته. هو عايز ناس نقدر نستشيرهم. بالظبط. يبقى الناس اللي نقدر نستشيرهم هم مشايخ القرى، رؤساء العربان، العلماء، التجار. كل الفئات دي نقدر نقول موجوده، لكن اكيد مين اللي عندهم معلومه؟ مين اللي يقدر يكون ليهم راي؟ اصحاب العلم. اكيد طبعا. اصحاب العلم. وحتى قال لك يتكون من اصحاب العلم والكفاءه. بالظبط. طبعا كليبر اسلوب التفاوض مع الاطراف الاتيه لكن يخرج عنه. هو عايز فرقه تتفاوض مع كل دول ما عدا مين؟ بس ما عدا المصريين، الانجليز، المماليك، العثمانيين. وطبعا مع الانجليز اتفاوض معاهم اللي هو قائد الاسطول الانجليزي في اتفاق العريش. المماليك اتفاوض معاهم ليه؟ لان هو اتفق مع مراد بيك. العثمانيين هم اتفاق العريش، يبقى هو ما اتفاوضش مع المصريين. يبقى دي الاجابه الصح. طب احنا مستر نقدر نقول ان نابليون ومينو اتفاوضوا مع المصريين؟ مع المصريين نابليون ومينو مش تفاوض يعني اتواصلوا مع المصريين. يعني كان في تواصل مباشر. خلي بالك عشان كمان
المنشور والجريده والجريدة. باللغه طب العربيه، هنا كليبر ففي طبعا. اتصال مباشر. كليبر اتصل. فكليبر لا، ما يبقى ده عملش سؤال اي بقى، حاجه. نقدر يبقى نقول نقدر نقول ان يختلف كليبر عن بقيه قاده الحمله في اي مما يلي. اقول افتقاد للتواصل المباشر مع المصريين. الاسئله كتير جدا يا جماعه، بس هي الفكره كلها ان انت تطلع الفكره. افكار كتير، طول ما انت فاهم انت كطالب امشي ورا اصلا. الفكره واطلع وراها بفكره وفكره لحد لما انت أفكار كتير. تحس ان الدنيا سهله بالنسبه لك. صح. ظهر استغلال المصريين للفرص المتاحه لمقاومه لمقاومه الفرنسيين من خلال الحته دي مستخبيه قوي. جدا. هو الطلبه ما بيمروش عليها خالص. بعد ما اتفاق العريش بيروح على طول لثوره القاهره الثانيه بدون وعي. اسباب ثوره القاهره الثانيه هو بيقول لك ان هو استغل المصريين هاجموا المتاعب التي معسكرات الجيش الفرنسي. ليه ليه؟ حسوا ان هو الجيش ده تعب وما عندوش المؤن الكافيه ومفيش امدادات زي ما قال كليبر. فبالتالي هم زودوا معاناتهم. طب زودوا معاناتهم بايه؟ انه يهاجموا معسكراتهم. فيبقى هنا استغلوا في فرصه اتاحت لي ان انا عندي مشاكل كبيره وانا هزود من مشاكلك كمان. فيبقى امتى حصل الموقف ده؟ في ثوره القاهره الثانيه. يبقى ايه الموقف اللي قبل الثوره؟ يبقى على طول اتفاق العريش. يبقى مش مقاومه اهالي الصعيد. هو قال فشل اتفاقيه، ما قالش اتفاقيه. ما هو لما اتفاقيه العريش فشلت فاما هاجموا معسكرات الجيش الفرنسي منتهزين. وبعد كده قامت ثوره القاهره الثانيه. يعني المهاجمه دي كانت ما بين حدثين: فشل الاتفاقيه وقيام الثوره. يبقى الفرصه اللي جت للمصريين طبعا هي الفرصه دي. فكليبر بقى لما ضغط على المصريين فقاموا بثوره القاهره الثانيه. يعني احنا ممكن نقول كده ان المصريين استغلوا الظروف المتاحه لقيام الثوره. بالظبط. ينفع نقول اختلال او استغلال الظروف المتاحه او الفرص المتاحه نطبقها مع علي بيه الكبير؟ طبعا. احنا فاكر في الدرس الاول اذا هبت رياحك فاغتنمها. ففي فرصه لازم انت بادر الفرصه واحذر فوتها فبلوغ العز في نيل الفرص. صح. فلازم الانسان يستغل الفرصه اللي احنا يا جماعه بنحاول نربط الافكار بحيث ان الافكار يبقى فيها ربط زي ما انت شايف. نطبقها مع فكره قيام ثوره القاهره الثانيه، نطبقها مع فكره قيام حركه علي بيه الكبير. مثلا الطالب يا مستر احمد الجميل اللي هو عايز مستقبل كويس يعمل ايه؟ يجيب ورقه وقلم ويجيب كشكول كده جميل ويعمل كده حاجه اسمها ثنائيات. ويبدا بقى كل لما يلاقي فكره يقول ايه؟ لا ده انا همشي ورا الفكره دي. يعني مثلا انا كلفت الطلبه بواجب بسيط، قلت لهم انا عايز 5 اوجه شبه بين نابليون ومينو. فبداوا الطلبه يقولوا لي ده كذا وكذا وكذا ممكن يقولوا افكار غير بعض. فكل واحد قال ورحنا مفلترين الافكار وقلت لهم دي افكاركم انتوا، يعني تعالوا خدوا كمان افكارنا. صح. فالرساله فيها مستقبل ومرسل. ما يبقاش بس انت يعني قاعد لي كده عمال تسمع ومتكتف وعمال انا اهرف نفسي على السبوره وانت في الاخر انت ما بتبذلش مجهود. فهنا انت ما استغلتش الفرصه. صح. فلما تيجي بقى تتعطل ما تلومنيش انا بقى، لوم نفسك. صح. يدل تفكير كليبر في التفاوض مع الدوله العثمانيه من اجل الجلاء على تاثر الحمله به. هو كليبر كان عايز يتفاوض بسبب كثره الاخطار اللي كانت المشاكل موجودة. طبعا. وطبعا هم معهوش جيش يقابله بسبب فتناقص العدد جه منين؟ من المشاكل الكتير اللي عدت بيها الحمله. فوجود مراد بيك في الصعيد ما تنفعش. تجدد التحالف الاوروبي ده ملوش علاقه بيه. طيب التضامن العربي ما فيش اي حاجه. يبقى المعارك هي دي اللي ادت الى قله عدد الجيش الفرنسي. خاصه معركه تبعير البحريه اللي حصلت الاسطول او ان انا مش عارف اجيب دعم. هو كل يوم ما فيش دعم وكل يوم العدد بيقل. طب هيعمل ايه؟ هو يقول لك خلاص انا ما قداميش حل غير ان انا ثورات، حملات، تناقص القوات. فلم يا اختي الهدومات وهنخلع بقى، لم الشنطه ونتكل على الله. أي العوامل الخارجية الآتية ساهمت في فشل نابليون في تحقيق أهدافه في عكا؟ ده لسه قايلينه من شوية. هنا أنا أحدد إيه العامل الداخلي وإيه العامل الخارجي. يبقى هو السؤال هدفه إن هو يعلمك كمان مش بس تركز في إن أنت مش بس تذاكر معلومة. هو السؤال ده جه مثل ثانوية عامة بس جه سؤال كان جاي بالصور وبيقول للطالب العامل الخارجي إيه العامل الخارجي اللي أعاق هدم السور ده. كانت فطبعا مساندة الأسطول البريطاني. فمساندة ليه بريطانيا ساندت اهالي عكا؟ لانها كارهه فرنسا. يبقى كده في تنافس ما بين مين ومين؟ تنافس انجلترا وفرنسا. يبقى انا احدد الاجابه على طول بكل سهوله. عشان كده قلنا ان استفاد احمد باشا الجزار من التنافس على الاستعمار. ونقدر نقول ان
احمد باشا الجزار حقق ما لم ما يحققه فشل فيه قريب. محمد قريب. ليه؟ لان لاستفادته. الظروف المتاحه هنا صح. في ظروف كويسه خدمته، لكن هنا ما فيش. هنا في تحصينات وفي دعم خارجي، هنا ولا في تحصينات ولا في دعم خارجي. فانت اديني معطيات هطلع لك نتيجه كويس، فانا ما عنديش المعطى ده هطلع خلاص نتيجه فشلت. ازاي؟ فكان لازم ده فشل، ده هينجح لان توفرت له الظروف نركز شباب، للنجاح. نركز على الافكار اللي احنا بنقولها، لان افكارنا دايما بتبقى في الامتحان. بس خد بالك، لان الحمد لله فضل ربنا سبحانه وتعالى الفيديو اللي عملناه قبل كده فاكر يا مستر احمد جه منهم اسئله السؤال جات اسئله بالنص يا شباب. فاحنا الفكره مش بس عماله نقول كلام ونستهلك او بنصدعك، لا، الفكره دي ممكن هي اللي تلاقيها في الامتحان. عشان كده ركز، احنا مش جايين نضيع وقتك. صح. احنا جايين نعمل صراع كانت علمي يساعدك. عباره وثيقه تاريخيه من الوثائق اللي انت شايفها دي، ما حدش كان قايلها في مصر والله. وثيقه تاريخيه كانت مكتوبه في الكتاب بتاعت ان هذه لقمه لم يقوى عثمان على هضمها. يعني المقوله دي صعب جدا حد يتوقعها، وربنا كرمنا وجات. فاللي حضر الفيديو هو عرف، هو اللي راح يحل الفكره السؤال. ان انت ممكن تتوقع سؤال، بس انك تجيب كلمه في كتاب خارجي، في مصدر صعب تاريخي جداً، من المصادر التاريخيه، كأنك انت يعني ابره في كوم قش، صح؟ فهتجيبها ازاي؟ فهي ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى طبعا. فاحنا عايزين نركز في كل كلمه بنقولها. اراد مينو من تطبيق افكاره في النشاط الصناعي في مصر. احدد الاول يا مستر، هي ايه افكاره في النشاط الصناعي؟ ان هو ما يضمش، بالظبط، ان هو مش عايز مصريين يدخلوا المصانع، يبقى عشان هو يفضل احسن منهم، يبقى هو عايز يبقى احسن منهم، يبقى هو عايز يحتكر المعرفه. والفكره دي احنا يعني دايما الناس اتعلمتها بالشكل ده. مينو ما دخلش المصريين المصانع ليه؟ عشان هو عايز المعرفه تبقى ليه هو، ما تبقاش ما ينقلش للناس التانية. تمام، ما ينقلش الخبره، فيبقى هو محتفظ بالتفوق الحضاري لبلاده، زي ما احنا جايبينها هنا الاجابه ده، او استمرار الافضليه لفرنسا. جبناها بقى السنه دي بلفظ جديد جدا، ودي يعني ده جمال كتاب الماستر، ان احنا جبنا مصطلح يمكن الناس حرقت الجمله دي. وانا كنت بكلم حد كده فقال لي بص الجزئيه دي اتحرقت وما فيهاش اي افكار. فقلت له ربنا يكرمنا وان شاء الله بالاجتهاد هيجي فيها فكره جديده. وجت اللي هي ايه؟ قلنا ان اصلاحات مينو في الصناعه تدل على ايه؟ الحفاظ على الملكيه الفكريه، اللي هي حقوق الملكيه الفكريه. انا عندي حاجه علم مش عارفه لك، انا عندي علم، انا عندي مبرر. احنا في ناس بتقول لك ان مينو هنا كان عنصري، تمام، انا ما عنديش مشاكل ومؤيد للفكره دي، لكن هو رد فعله هيقول لك ايه؟ والله دي افكار انا حرقها لك ليه؟ صح. يعني هو من وجهه نظره، احنا من وجهه نظرنا انت عنصري، لكن من وجهه نظره هو هيقول لك والله ده تعب وشقاية. انا ادولك يعني ليه؟ انا فانت مش عايز تاخد حاجتي، يبقى انا عندي حقوق الاحتفاظ ببلاده بالتفوق الحضاري، اقول له الاحتفاظ بالملكيه الفرديه. بالظبط. يبقى انا بس حتى لما اجاوب السؤال ولقيت لفظ زي ده، طب ليه انا كطالب ما حاولش احط لفظ يعني تاني؟ واسال المدرس واقول له طب ما ينفع نقولها بشكل تاني زي كده؟ فيبقى كل مره انا دماغي بتكبر اصلا وبحوش افكار، بيرفع المستوى. تضمن مشروع مينو لتحويل مصر المستعمره الفرنسيه امتلاك المصريين زمام امورهم، لكن يخرج عن ذلك نفس السؤال. هو نفس السؤال. يبقى مينو دايما قال انا هخلي المصريين يعملوا كذا وكذا وكذا وهد مصر مشروع عظيم، لكن ايه اللي حرم المصريين منه؟ الصناعه. وطبعا ده هي ادوات الانتاج، وهي اللي تعتبر اهم حاجه. احنا بنقول في الجغرافيا بنقول في الجغرافيا ان القوى الكبرى كلها قوى صناعيه، فانت لو عايز تقوي دوله يبقى لازم تصنع. في حال دخول محاولة لويس ال15 حيز التنفيذ فإنها سوف تستفيد. احنا عارفين يا مستر كلنا ان محاولة لويس ال15 لما جت كان ساعتها مصر ما كانتش ولاية عثمانية طبعا، عشان علي بك الكبير انفصل بمصر. يعني هو كان الدولة العثمانية عندها اصلا مشاكل داخلية ومشاكل خارجية في ذلك الوقت، اللي هي فكرة لويس ال15 اللي هو لويس ال15، وفي نفس الوقت علي بك الكبير في الداخل. يبقى هنا لويس ال15 ده لو السلطان حتى لو وافق له كان هيبقى فيه مشكله، لان اساسا السلطان ما عندوش مصر، اللي كنا بنطبق عليها فكره وعد بلفور، يعطي من لا يملك لمن لا يستحق. فبالتالي اهتزاز الوجود العثماني ولا تغيير السياسه الخارجيه ولا انخفاض الروح ولا حسم النزاع. طبعا ما فيش نزاع ولا السياسه الخارجيه، والسلطان ما غيرش، هو في نفس الظروف ماشي بيها، حرب مع روسيا، بس هي الدنيا يعني هي اللي اتغيرت في هو مصر. ضعيف يبقى اهتزاز. طيب يبقى على طول اهتزاز الوجود العثماني في مصر، وطبعا ده يرجع ليه نجاح فكره علي بك اللي ما استمرتش اساسا، يعني بسبب طبعا الانقسام ما بين علي بك وما بين مين؟ محمد بك. ودايما فكره الوحده
وعدم الانقسام. الانقسام دي اخطر حاجه. لذلك هنا في ابيات شعر كتير يقول لي مثلا العود محمي في حزمته ضعيف حين ينفرد. فلو احنا مع بعض، لو فضل محمد ابو الدهب وعلي بك كانوا ما واحد. كانتش الحركه باظت. هو حصل أبداً. خيانه، كان في سؤال برضه السنه اللي فاتت اللي هو كان في الكتاب ولا الوم صديقي حين ينزلني. خلاص، أنا فبالتالي الولد. ايه لما يبقى في خيانة. وطعنات الاقربين بتبقى اشد طبعا. ليه؟ مم. لان هنا واصدقاء المصلحه مثل كرات البلياردو من ضربه واحده يتفرقوا. فبالتالي الناس بيبان معدنها وقت الشده. الشدة. فبان معدن ابو الدهب طلع واطي يا جماعه. تمام. طيب سؤال 33. يستدل من رفض مراد بيك لعرض نابليون لحكم مصر على قوه مشاعره الوطنيه. هو مش وطني لان هو اكيد بالظبط. وافق بعد كده. بالظبط. طالما يبقى وطني، فين الوطنيه؟ يبقى انت لو لان ما وطني ثبتش على موقف. اخلاصه للسلطان العثماني اكيد بقى. هي اصلا الف يا مصر هتديني جيم. والمماليك يعني عكس العثمانيين. ما عندهمش سلطان عثماني. ويبقى الاجابه وجهله واضحة. هو مراد بك جاهل تمام، بس هو هنا قاوم يعني. فده ماليش هو علاقه هو بقى اصلا بجهل ولا انا قاومت بعلمه. الفرنسيين قبل كده. انا قاومت يبقى الفرنسيين هنا قبل كده. هو نابليون راح له ليه؟ لان هو قطع الملاحه، فبالتالي هو امتلاكه. هدد وزاد من مشاكل الحمله الفرنسيه، فبالتالي هو عنده ورقه ضغط علي. انا عايز امشي الملاحه، يبقى لازم اطاطل الريح. فيبقى نابليون حاول يتجاوز العاصفه في الموقف ده. هنا يا شباب انا ما ينفعش اقول جهله ليه؟ عشان هو مش اول معركه. جهله دي ينفع نختارها في لو لكن هنا لا، خلاص هو عرف مين هم الفرنسيين، وده جرب في يبقى هو اتهزم 3 مرات، مره في شبرخيت ومره في امبابه ومره في الصعيد. فنقدر بقى نقول في ثوره القاهره الثانيه مراد لا ما نالش هزائم. انا خلاص يبقى انا كده اقدر اقول ان في 3 هزائم وفي علاقه طيبه. يبقى توترت علاقه مراد بك في كل من المواقف الاتيه باستثناء ايه؟ يبقى ثوره القاهره الثانيه. يبقى انا اللي هو اتفق مع كده بعمل كذا فكره ومجرد فكره. سؤال كام؟ 34. يبقى اظهرت تداعيات يعني نتائج وفاه محمد بيك ابو الدهب. احنا قلنا ان طالب الحته دي بينسى الحته دي. دايما بقول له ان بعد وفاه محمد بيك ابو الدهب تقلصت التجاره والصراعات ادت وتدهورت التجاره وتدهور الاقتصاد. ودايما احنا عايزين نركز على فكره الامن والاقتصاد وجهان لعمله واحده. طول ما في صراعات، طول ما الاقتصاد متدهور. بالظبط. انا معايا فلوس وفي مشاكل ههرب من البلد دي، فرأس المال جبان اذا شعر بعدم الامان. فهنا يبقى اثر السياسه على الاحداث السياسيه على هنا برضه بس عايزين نوضح نقطه الطلبه بتبدا تتلخبط فيها يا جماعه. في فرق لما يجي يقول لي ايه اسباب تدهور الاقتصاد وتقلص التجاره الخارجيه، واختار الكشوف الجغرافيه، وانت اختار الصراعات السياسيه. هنا الجزئيه دي راس السؤال هو اللي يحكم الموضوع. انا حافظ حاجه، لكن هجاوب على اساس ايه؟ اللي كله، ولا احنا دايما بنقول انا بسالك عن شيء معين؟ بتسالني عن شيء معين. فانا لما اسالك عن ابو الدهب يبقى خلاص ده ايه؟ اثر الاحداث السياسيه. لما اسالك قبيل الحمله يعني قبل مباشره يبقى بسالك على مين؟ على ابو الدهب وعلى اوضاع المماليك. كلام تبقى لكن لما اسالك قبل وبسالك مش التجاره بين الاقاليم، انا بسالك في تجاره دوليه وتجاره خارجيه، يبقى كده انا بتكلم على الكشوف الجغرافيه. هو في الحالتين اللي بيحدد لك القرنين ال 15 وال 16 زي ما قال السنه اللي فاتت في ثانويه عامه. لازم جذر السؤال. اما هو اللي بيحدد لي الفكره، هيسالك عليه في القرن ال 18 بالظبط. وكمان قبيل يعني قبلها على طول، لان وفاه ابو الدهب كانت مصر تحت حكم ثنائي مراد بيك وابراهيم بيك، وبعد كده جت يا شباب الفرق ما بين كلمه قبل وقبيل، هي قبل دي قبلها، اما قبيل دي اللي قبلها بسرعه، اللي هي قبلها على طول بالظبط قبل الحدث مباشره. تشابهت والكشوف الجغرافيه من سنه 1400 يعني من القرن ال 15 اصلا. تشابهت عوامل تدهور التجاره الداخليه في مصر اثناء الحكم العثماني وفي ظل الحمله الفرنسيه، لكن يستثنى منها نوع. هو دلوقتي عايز يعرف عوامل تدهور التجاره واثناء الايه؟ الحمله. فاضطراب الامن، النزاعات، ضعف الاراده، الكشوف. هو عايز الاجابه الغلط يعني. انا عندي 3 اجابات صح. يبقى انا عندي ضعف اضطراب الامن ده موجود في الحالتين، لان حتى الحمله طول وقتها كانت في مشاكل. واضطراب الامن هو نزاعات عسكريه بالظبط. وضعف الاراده لان حتى كليبر يقول لك انا عايز امشي مش عايز اعمل اي حاجه. تمام. فبالتالي يبقى الفكره اللي تستثنى من هنا ومن هنا كشوف جغرافيه، وخاصه ان دي تجاره داخليه وكشوف جغرافيه تجاره خارجيه اصلا. تمام. نتج عن التحول الاستراتيجي في فكر حكام فرنسا. التحول الاستراتيجي ده المقصود بيه ان نابليون بعد ما كان هيضرب انجلترا في عقر دارها هيغير انا هغير الفكره وهطلع بره اضربها في مكان تاني. نتج عنه هو مصر. انا مش قادر اضرب لان طبعا في سمات في قوه لانجلترا قويه بحريا، وفي تناقض بين طرفي الصراع انجلترا وفرنسا. اللي انا قوي فيه حضرتك ضعيف فيه، واللي انت ضعيف فيه انا قوي فيه، فبالتالي في مشكله. فالحل ايه؟
ان احنا هنا مفيش معركه نقدر نحسب عليها الموضوع، يبقى خلاص انا هبدا الجا لطريق تاني او فكره تانية او هو ارض يغير تاني. فكره. يبقى كده فيبقى هروح مصر. فين مصر طب ايه بقى؟ مصر من الاربعه دول؟ مدخل افريقيا على طول. يبقى هو بيجاوب مقالي ويدور على المقال، يعني مش شرط 100%. انا لو عارف اجابه السؤال بيكلمني عن ايه هتعرف تجاوب. انا هعرف اجاوب بكل سهوله، انا ولا احتاج اي حاجه. لكن المشكله كلها ان انا لما اكون ما اعرفش وبالتالي اول الف ب في النظام ده المعلومه. صح. انت ما عندكش المعلومه انا هسالك عن ايه؟ انا هاجي اقول لك معركه ابو قير البحريه وتقول لي ده العثمانيين والفرنسيين، يبقى خلصت خلاص كده. شكرا. يبقى انت هتجاوب غلط 100%. ايوه. السؤال ده يا مستر انا من اجمل الاسئله اللي عجبتني، قول لي ليه بقى؟ لان لويس ال14 اتحرق. دايما ما فيش يعني خلاص احنا جبناه بفكرتين جداد، القصاص من خصومهم خصوم السياسيين وادي السؤال ده فكره لفظ جديد. ترجع اللفظ رغبه الجديد لويس ال14 في الاستيلاء على مصر الى، طبعا انا هحدد مقالي الاول يا مستر. لويس ال14 عايز يحتل مصر، ضرب التجاره الهولنديه، يبقى عشان خلاص في بينه وبين هولندا في مشاكل وعداء، وهو حس ان هولندا دي دوله قويه ومستقويه من الاقتصاد، فانا عايز احسن اقتصادي واقلل اقتصادي واغير موازين فبالتالي يبقى الموضوع يتحسن لصالحي لو سبب قوه هولندا ده ضعف. صح. يبقى انا عايز ليه اضرب هولندا؟ يبقى عشان انا عايز اقلل من نقاط قوتها واخليها تبقى نقاط قوه لي انا ونقاط ضعف ليها هي. حلو. يبقى انا هنا يبقى اقامه امبراطوريه استعماريه. انا ما ذكرتش ان الراجل ده عايز يعمل الامبراطوريه بتظهر مع نابليون. حسم المنافسه على الاسواق وتصريف الانتاج اللي هي منطقه مين؟ الهند. فانا لو سيطرت انا على التجاره في الهند مش هولندا، يبقى انا اللي بقيت قوي، يبقى انا كده قدرت اضعف من هولندا، يبقى ده الهدف حسمت المنافسه. يبقى انا هدور على كلمه التنافس مكتوبه حسم المنافسه. يبقى الموضوع سهل، بس محتاج ان انا ما بقاش حافظ الجمله. بالظبط، حافظ جمله عشان كده وادور عليها فين. الناس بتعمل ازاي؟ تقعد لويس ال14 ده دقيقه. انا مره قعدت لويس ال14 دي ساعه في الحصه. هو طول ما الطالب يعرف تفاصيل اكتر طول ما بيعرف يجاوب. وبعدين برضو في حاجه تانية تخلي الطالب يجاوب صح 100% وما يغلطش، ان وانت بتذاكر توقع الغلط، ما تذاكرش الصح بس. صح. يعني تقول وانا لو جالي في الحته دي وقالوا لي كذا مش ان لويس 14 عمل امبراطوريه، اقول له لا. ان هو اللي عايز يسيطر على موارد الشرق كله، اقول له لا. يسيطر ازاي على موارد الشرق كله؟ لو قالوا لي ان هو عايز يستغل مصر لضرب اوروبا كلها، اقول له لا، ده هو عايز يضرب اوروبا دوله واحده بس. فانا لما اقعد بقى اعمل حاجه تخيليه هتفرق معاك، فهلاقي نفسي عارف الصح وعارف الاخطاء دي بتجيلك اصلا في بالظبط. فبالتالي اقدر اطلع من السؤال بكل سهوله. لكن هو بس لو فكره انتش واجري، لا مفيش. فالاكل الدليفري شكرا بيعمل بطن على طول، بيعمل كرش. اختلفت طريقه تعامل القياده الفرنسيه مع الاحداث التي تلت ثوره القاهره الثانيه عن تعاملها مع ثوره القاهره الاولى. هو قصده هنا تعامل القاده سواء نابليون لما جه يقضي على ثوره القاهره الاولى عن كليبر لما جه يقضي على ثوره. هو انا دايما هنا هجاوب على الجزء الاول عشان هو بيسالني عن ثوره القاهره الثانيه، يبقى انا ما ينفعش اروح اجاوب على ثوره القاهره الاولى. فانا دايما هبص على ودني ما اروحش اعمل كده. تمام. فانا هنا مين قائد الحمله في ثوره القاهره الثانيه؟ كليبر. طب عمل ايه كليبر مختلف؟ انه اتفق مع مراد بك. واحد يقول لك بص هنا ما هو نابليون عمله بس هو نجح. وهناك مش في الثوره صح برضه. هناك ده كان قبلها. وهنا انا بسالك عن ثوره القاهره الثانيه، يبقى على طول نجاح سياسه الاحتواء، اللي هو قدر ان هو يسيطر على كل الاراضي بالظبط في مصر. اي الاطراف الاتيه لم يكن لها المصلحه الذاتيه وهي الدافع الرئيسي لها كي تقوم بمواجهه على مصر. هي نفس الفكره اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها من شويه. محدش عنده المصريين كل واحد من دول المماليك مصلحه ذاتيه، يقول لك انا بحكم مصر ويدافع عن مصلحته. انجلترا يقول لك انا عايز امن تجارتي ومواصلاتي. الدوله العثمانيه ولقيتها. الدوله العثمانيه بتحافظ على املاكها. يبقى مين اللي بيقولوا احنا ما عندناش يعني دافع وطني، احنا مش هناخد حاجه لما ندافع عن البلد؟ هم المصريين. يرجع فشل حركه علي بيك الكبير الانفصاليه الى الانقسام ما بين المماليك. يبقى الحركه دي كان ممكن لسه قايلين كان ممكن تنجح امتى؟ لو المماليك لو في تماسك ما فيش انقسام، فبالتالي كانت الامور تمشي كويس جدا. طيب يبقى طبيعه العلاقه بين المماليك بعضهم وبعض. ممكن الطالب يختار عناصر نظاميه بس هو كاتب في صفوف في صفوف العثمانيين، فيبقى خلاص تمام. طيب وكمان تفوق العثمانيين عسكريا. لا استخدموا الدهاء السياسي اصلا لان هم كان في الوقت ده بيحاربوا روسيا. فكان في سؤال بيقول بقى ليه الدوله العثمانيه استخدمت الذكاء السياسي؟ صعب تحارب في جبهتين روسيا ومصر. فيبقى
تشتت للقوات ويبقى الهزيمه ولا هنتصر هنا ولا هنتصر هنا. وكان طبعا افضل ان انت يعني دي ميزه السلطان هنا، يعني اول مره يطلع كده في موقف ذكي اني انا يعني ما زودش من الامي. صح. انا لو اقدر يعني اجيب ألم اي الدنيا، حل بديل هلم. هشتغل عليه، لكن ما بقاش بقى ايه صدامي. يبقى ظهر هنا قدره الدوله العثمانيه على اداره المشهد، صح. يبقى اقدر اشتغل عليه. ده سياسي قدرتها ده. على رأب الصدع ما بينها وما بين احد زعماء البكوات، ان اصلح العلاقه والكسر ده واحاول امشي الدنيا. وفعلا ابو الدهب بقي بقى شيخ حاكم مصر البلد تحت حكم الدوله العثمانيه. الدرس المستفاد من فشل حركه علي بيك الكبير فيه هو نبدا نسال الاول مصر هي الحركه فشلت ليه؟ يبقى عشان الخيانه. فالدرس المستفاد يبقى هنا بنتكلم ما خدش يبقى عندي انتماء، يبقى الانتماء، يبقى المفروض اختبار درجه الايه؟ الولاء عند اختيار الخير. يعني انا مش هقدر اتاكد من نوايا الناس، لكن اقدر اعمل له اختبار. اقول له تعالى كده واروح اسال، اقول له يا مستر ماريو ايه رايك في ايهاب؟ فهو ما يعرفنيش، وما يعرفش ان انا مخلي حد ان هو ايه يتكلم عني، فبقى يقول الحقيقه ان سمع عني كذا، عمل كذا، في موقف كذا، يعرفني فعلا لا ما يعرفنيش. فيبقى ساعتها انا لما تجيني المعلومه دي هعرف بقى ان هو فعلا ده صادق تجاهي ولا لا. صح. هنا مستر ينفع معلش برضه اخر سؤال، احنا متقلين على الطلبه ومتقلين عليه، عايزين نربط الجغرافيا بالتاريخ في فشل حركه علي بن الكبير. ما احنا هنا قلنا في الجغرافيا في عناصر قياس القوى العسكريه، في عناصر معنويه وعناصر ماديه. العناصر الماديه دي انا اشوف عدد الاسلحه، عدد المعدات، عدد القوات، اجهزه المخابرات، فكده انا اقدر دي كلها اقدر اعدها، افرادي كام، جيشي كام، اسلحته كام. في عناصر غير تقاس، لا تقاس، دي جوانب الولاء والانتماء. فانا مش هقدر اقول ان مستر احمد عادل هيقول ان مستر ايهاب ده يعني راجل محترم وراجل كذا وكذا. انا مش هقدر ابقى متاكد منها طول الوقت. مش متاكد من النيه. من النيه طبعا. ليه؟ خلاص هي دي جواك انت، لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. لكن بقى انا لما اختبر موقف حقيقي اقدر اقيس الموقف ده. فيبقى كده انا اقول له من العناصر التي يصعب قياسها فكره جوانب الولاء والانتماء. وظهر ده من خلال ايه؟ اقول له فشل الحركه او فشل المشروع المملوكي. او مثلا احنا قلنا هما اخدتوا يا جماعه في درس المقومات الطبيعيه نظريه الدفاع بالعمق، الدوله تخلي اطرافها ثم تعاود الهجوم مره تانية. طب ازاي بقى تعاود الهجوم؟ اقول له ان تستخدم بقى ايه؟ طبيعه جغرافيه. فانا كل ما كانت المساحه كبيره زي روسيا فاقدر استخدم اطراف ومناطق جغرافيه عشان اشتت بيها العدو. طب لو انا ما عنديش والمنطقه الجغرافيه، يعني ليه اهالي الوجه البحري ما استخدموش الكر والفر؟ عشان الطبيعه الجغرافيه للوادي غير اصلا العامل اللي ساعد اهالي الصعيد على استخدام ده هو طول الوادي وطبيعه. لذلك احنا بنقول ان اهالي الصعيد ايه الهدف الاساسي في ان هم الفرنسيين ما قدوش؟ لو قلنا الرئيسي يبقى طبيعه جغرافيه. اساليب قتاليه ولا طبيعه؟ طبيعه جغرافيه. طبيعه. ليه؟ لان هو لولا الطبيعه ما كانوش يستخدموا الكر والفر. جميل جدا. اقرأ ثم أجي. من المعروف أن الدعاية هي فن التأثير على آراء ومعتقدات الجماهير وتهيئة نفسيات الأفراد حتى يقبلوا وجهات النظر التي تدعو إليه. استخدمت الحملة الفرنسية هذا الأسلوب بصفة خاصة لاستقطاب، طبعا هو قصده هنا المنشور والجريدة بالظبط. وهو عايز بيقول إيه؟ تهيئة الناس لتقبل أمر معين. فهو مين اللي عايز يهيئه؟ نابليون ومين؟ ما فيش اي حاجه غير مين؟ المصري. هتقول لي طب ما هو قال عن المماليك وقال عن العثمانيين، هو عايز يهيئ مين؟ هو عايز يهيئ مين؟ يقول لهم انا جاي احارب المماليك وجاي اجامل الدوله العثمانيه وانا مش جاي اعاديكوا انتوا. يبقى هو الهدف الاول والاساسي هو المصريين، لان المصريين كانوا مؤمنين اصلا بالولاء، بفكره الولاء للسلطان. يدرس يأس اول قائد بالحمله من تحقيق طموحاته في مصر نتيجه هو اليأس جه من اول حاجه، من اول معركه. اول قائد وزي ما قلنا نابليون. وهو يئس ليه؟ لاني خلاص هو حس اني انا مش هقدر اكمل هنا. طب ايه الحدث اللي ما خلوش يكمل؟ اللي هو متاعب دولته مع النمسا. انا حددت اللي انا هجاوب عليه. فبعد كده بقى ابص على تصاعد المد الثوري ضد جنود الحمله. غلط. لو قال ضد فرنسا، صح. الله. عودة المشهد الثوري في بلاده اللي هي النمسا وحلفائها بيحاربوا فرنسا، ما ده جزء من مشاهد الثورة الفرنسية مستمرة. تمام. تجدد حروب الحملة غلط طبعا. عدم تكافؤ حروب فرنسا
كانت تنفع. يبقى عشان كده الف وجيم الغلطه فيهم كلمه الحمله. الحمله طبعا. اما عوده المشهد هو ما الثوري، رحلش عشان موقف للحمله، هو رحل على موقف لبلاده. هو عوده المشهد الثوري مش قصده بيها يا شباب ان قامت ثوره في بلده، هو قال لك المشهد الثوري. ايه المشهد الثوري؟ اللي هي معارك المشاكل بين الثورة. اوروبا وبين فرنسا، معارك الثوره الفرنسيه. يبقى هنا الاجابه ب، عوده المشهد الثوري المقصود بيها تجدد معارك الثوره. احنا كانت موجوده في الكتاب برضو السنه اللي فاتت في الامتحان بتاع ليله الامتحان، اللي هو التغيرات اللي حصلت عن التفاعلات او التوتر على المستوى الاوروبي، نقولها باي طريقه يعني. اتهم نابليون المماليك بانهم استنزفوا خيرات مصر. السؤال ده جميل ومع بصراحة. ذلك استفاد قاره لانه هو قال ان المماليك دول وصفهم ان هم كلهم شر، بس هو استفاد منهم. فدايما بيقول في واحد مؤرخ كده وصف الموضوع وقال ان لم يكن حكم المماليك شر كله كما قال نابليون في منشور، كما ادعى نابليون في منشور. الدليل على ذلك ايه؟ ان هم استفادوا من ان هم استفادوا منهم مرتين، مره في عهد كليبر ومره في عهد مين، ومره في عهد مين. طب يا جماعه ما دول هم كانوا حاكمين وعارفين الدنيا وماشيين بحق. يبقى الناس دول مش كلهم سياسيا ومين استفاد اقتصاديا. ودي حتى تديني درس لحياتي. ما ينفعش احكم على موقف كله غلط. اي مشكله ليها طرفين والطرفين بيتحملوا الخطا. فما ينفعش لما يجي مثلا انا يا مستر انا مش فاهم الدرس، فهو مش عيب مني، ما ممكن يكون عيب منك، صح. او ممكن يكون في جزء عليا وجزء عليك، فانا هركز معاك شويه وانت حاول تنتبه ليا، فبالتالي المشكله تتحل. لكن فكره ان انت كل ما تواجه مشكله تروح معلق على شماعه في حياتك غلط. يبقى انت اللي هتتضرر. هنا هتبقى بناء السفن عشان يا جماعه مينو عمل الترسانه، اصلح الترسانه اللي كان عاملها مراد. وكده نقدر نقول ان استفاد كليبر ومينو من المماليك وما هو فشل بقى او نعملها سؤال مقالي، او ما هو فشل فيه وفشل نابليون ما عرفش يستفيد منه. احنا عندنا امتحان اخر السنه كام يا مستر؟ 46 سؤال. احنا حاليا 44 سؤال، ممكن ما نخليهم 46 معلش. اي من انجازات الحمله الفرنسيه الاتيه كان لها دور مستقبليا في لفت انتباه انجلترا في مجال السيطره على مصر؟ طبعا هو هنا قصده ان انجلترا هتتنبه بسبب موقع مصر استراتيجي. هو فرنسا جايه ليه من الاساس تستخدم موقع مصر ضد انجلترا. طب ايه اللي هيزود موقع مصر اهميه ويخلي مصر تتحكم اكتر في طرق التجاره؟ يبقى فكره القناه يبقى على طول محاوله توصيل البحرين. هي مش هتتعمل، بس هي هتبدا تفهمهم ان ده الفكره دي هتلفتهم، فهم بالتالي انجلترا ابقت قوتها في الشواطئ وقالت هي دي اللي هحتل مواقع على وادي النيل وشواطئ البحرين. ليه؟ وبعدين حتى لما عملت قناه السويس فرنسا بعد كده انجلترا قالت لا الا المشروع ده بالذات هخش وسيطر يبقى نسبه، لان هو اللي هيزود اهميه موقع مصر فيامن مواصلاتها زياده الى الهند. احتدم يعني هنا زاد الصراع اواخر القرن ال18 بين انجلترا وفرنسا للسيطره على لسه بنقول قناه السويس، الممرات الملحيه طرق التجاره. طبعا الممرات. بس طب لو قلت بدا الصراع، لو احنا هنقول بدا الصراع بين انجلترا وفرنسا نتيجه ايه مثلا؟ هنقول وعايز نفس الاختيارات، ينفع اختار منها حاجه؟ لا هنا مش هينفع. هنقول على طول ان المشهد الثوري. ليه؟ لان انجلترا عايزه نظام ملكي وفرنسا عايزه نظام جمهوري. انا ينفع نقول الخلاف بين الاول على مواد خام؟ يعني قبل خالص، قبل الثوره، قبل الثوره. عشان كده سألك بعد الثوره شكل جديد. بالتالي بس دي معلومه اسرائيليه مش وما ينفعش اجيب لطالب اجابه عليها. انا ممكن اوظفها كمثير زي ما احنا بنعمل كده، لكن ان الطالب يجاوب منها صعب في الامتحان عشان هي مش عنده، عشان هو مش مطالب بيها. تمام. بس هو عنده طرق التجاره اللي هي الممرات الملاحيه بالظبط. يبقى احنا حلينا كده 46 سؤال كاننا طبعا الاسئله كتير ومش هتخلص والافكار مش هنخلص. الكتاب يا شباب ان شاء الله هننزله قريب باذن الله، هو هيبقى متواجد في كل السنوات اللي احنا موجود فيها، وهننزله على موقع باكو ستور عشان الناس تبقى عارفه. تقدر تطلب الكتاب من موقع باكو ستور، ينزل لك شحن لحد عندك. كتاب فيه شغل كتير جدا احنا شغالين منه. طبعا ان انا عايز افاجئك ان الاسئله اللي احنا حليناها دي هو بنك شامل على الفصل الاولاني. يعني هو البنك 75 سؤال يا مستر. هل اصلا الاسئله يعني في اسئله على الفصل الاول غير دول؟ طبعا. احنا كل عنوان الميزه في الكتاب يا شباب ان مثلا انا ذكرت جزء معين، مثلا محاولات فرنسا لاحتلال مصر، فالاقي عليها اسئله، الاقي عليها 40 سؤال. يعني اللي عايزين نوصلها يا شباب ان الاسئله بتاعه الكتاب مش الجزء ده بس، اسئله الكتاب هي متقسمه على كل درس. يعني الفصل الاول متقسم 7 دروس باين. الفصل الاول متقسم 7 دروس. يعني 7 دروس، يعني تخيل مثلا 4 دروس عندك 4 حصص، بس هم متقسمين 7. ده بمعنى ان عشان كل جزئيه تحل عليها اكتر، فبالتالي كل ما تذاكر عنوان تلاقي عليه اسئله.
فده يثبت المعلومه. هيغطي معاك افكار لما الطالب يحل كل الاسئله ويرجع يقرا الشرح ولو مره قرايه جرايد بس بص فيه تاني، خلاص هتتفاجئ ان انت بقى عندك مخزون رهيب. وكل ما تبص للجزئيه دي تقول ده كان فيها سؤال كذا، ده كان فيها سؤال كذا. فنظرتك للشرح بعد الحل مختلفه تماما عن نظرتك للشرح قبل الحل. احنا ان شاء الله يا شباب هننزل لكم الكتب او الكتاب، وطبعا الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى شغالين منه كل سنه، وطبعا الكتاب محقق نجاحات كبيره جدا بفضل ربنا سبحانه وتعالى. الكتاب هيبقى متوفر الفكره كمان يا مستر احمد ان الكتاب مثلا يا شباب احنا عندنا 410 صفحه. 410 صفحه دول فيهم نواتج تعلم حرفيا، كل جزئيه استنتاجات على الكتاب، استنتاجات كلها على كل عنوان. وبعد كده الاسئله على كل العناوين، بنوك الاسئله على كل الفصول. فيبقى انت بتاخد كتاب 410 صفحه، يعني فيه اكبر كميه من الاسئله، اكبر كميه من نواتج التعلم، وكل ده في الاخر ب 150 جنيه. يعني هو لو راح الطالب صوره نفسه هيلاقي نفسه هيصوره باكتر. طب ليه ما انت تاخد الكتاب بدنيته وتقدر تتعامل معاه وتقدر تسالنا في اي سؤال، وهنبقى طول الوقت ان شاء الله الكتاب يا شباب تحت هنوفر له حل على قناتنا على اليوتيوب او قناه مستر ايهاب، تقدر تتابع الاثنين. هتلاقي ان شاء الله على طول متابعه وحل باذن الله تعالى. طبعا هيفرق معاك مع الكتاب بتاعنا ومع الكتاب مع مدرسك، تقدر تجيب الكتاب وتشتغل منه، لان طبعا زي ما انت شفت الافكار النهارده هي افكار غير التعود او غير اللي موجود في السوق بالبلدي كده، وده هيفرق معاك جدا جدا في طرق الحل. هيعلي مستواك، هيدربك، هيشيل من عندك رهبه الامتحان. لما توصل لحل الامتحان بعد كده هتبقى فاهم ان انت حليت كل المستويات، فهو مش هيجي اصعب من بص هو النظام ده ملخصه كلمتين: الحل هو الحل. صح. كل ما تحل اكتر، كل ما تكتسب معلومات، كل ما تروح الامتحان تلاقي الدنيا سهله. كنت سعيد يا مستر ان انا كنت معاك النهارده. وانا اكتر يعني حبيبي يا مستر. عايزين نخلي ده مستمر على طول باذن ربنا ان شاء الله. عايز اقول لك بس المستر بيجي لنا من اسيوط لحد القاهره عشان بس نبدا نتقابل ونسجل لكم المحاضره ديت، فهو تعبان جدا بصراحه يعني. قبل كل ده الصداقه والاخوه والمعروف اللي بينا هو فوق اي حاجه. ده حاجه انا بعتز بيها واحنا دايما بنحاول نقدم صوره يا جماعه احنا مش بنتنافس، احنا بنكمل بعض، احنا من اجل خدمتك انت وبنساعدك انت. يعني احنا ايا كان مين الاسم اللي قاعد قدامك، بس هو بيسعى لهدف واحد، ان انت تنجح. فزي ما احنا بنحاول ننجحكم، فانتوا دايما اتعلموا مننا، ومش هتتعلم بس مننا العلم، لا تتعلم مننا الانسانيات، الحاجات اللي تضيف ان احنا حتى لو في مجال عمل واحد وما بيننا تنافس علمي، لكن ما بيننا اخوه كبيره، ودايما بنحاول نكبر من بعض مش نقلل من بعض. ده حقيقي ده حقيقي. وانا يا مستر بعتز جدا بصداقه حضرتك واتشرفت بحضرتك جدا، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد باذن الله تعالى. استنونا كل شهر، وفي مفاجاه محضرينها قريب باذن الله تعالى بعد الفصل الاول والثاني هنعلن عنها قريب باذن الله. ربنا يوفقكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.